يا اختي شيماء. شيماء، السلام ستبدي عليكم. لك الايام. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين بخير على خير. بخير الله يحفظك، كيف حالك اختي؟ الحمد لله كلشي مزيان. انا طنجاويه من ساكنه في كندا، ودائما كنحاول نتصل بكم ولكن للاسف ما كيكونش عندي الحظ. انا فرحانه بزاف حيت غنطلق نهضر معاك. انتينا بغيت انت نسولو عليكم. انتينا من طنجة. انا طنجاويه ساكنه في كندا وي. انتينا، انا وطبعا تعجبني لهجتكم يا اهل الشمال. انتينا. ربي يبارك فيك، شكرا بزاف اخ اسعد. حنا طبعا فخورين بك حنا كمغاربه في العالم. لا انا الله شخصيا ما يحفظك يا كنتش اختي. كنعرفك ولكن عرفني الزوج ديالي عرفني بك زعما. الف تحيه. ونعم الناس ونعمه. متوتره شويه والهضره لا تتوتري لا تتوتري، لحظه لحظه، قولي لي انتي. انا ساتكلم. انتم كم صار لكم في كندا؟ 8 سنين 8 سنين وحنا في كندا. اوه ما شاء الله، زوجك مغربي ايضا؟ اكيد اكيد. عندكم اولاد ما شاء الله؟ 3 اطفال. كلهم من مواليد كندا؟ لا، الاولى من طنجه، تولدت في طنجه في 2012 اها. وحنا جينا في 2017. وعندي غالي ونينا. غالي. اكيد غالي. ابن ابنك اسمه غالي؟ ايوه. لا ياخذ البوليزاريو. لا اعوذ بالله، لا 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 لا، انا غالي لان الغالي اسم فارسي قديم جدا. ايوه و... معروف ايه. وانا كل ما هو مغربي من التراث المغربي كنعشقه. ومثلا انا اسمي الحقيقي شيماء، ولكن اسم شامة عاود نفس الشيء. اسم شامة اللي عاملاه في التيك توك هو اسم عريق مغربي وكنبغيه، فلهذا عملته انا كاسم في التيك توك. شامة ولا شامة؟ شامة. يعني معروف في المغرب هذا الاسم. اكيد معروف، اسم قديم جدا. طيب، كيف انتم في المهجر؟ يعني ما تشتاقوا للمغرب؟ ما توحشكم المغرب؟ اكيد كننزلوا للمغرب وكنتوحشوا بزاف وعايشين هنا اجواء مغربيه، لان كاين جاليه ما شاء الله مغربيه كبيره. ودائما تجمعات، دائما كنعملوا حفلات مع بعضنا. ايوه، كل شيء. انتم دائما انتم تعملوا حتى لو تطلعوا المريخ انتم بتعملوا جو مغربي. اكيد اكيد. ما يعني انتم لا خوف عليكم انتم كمغاربه. المغربي يظل مغربي، لا يمكن ينصهر في اي مجتمع ابدا، ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اكيد ولكن هو اكيد. نعم. لانه معدنكم ذهب، الذهب هو الذي لا يتغير. شكرا بزاف شكرا بزاف. ما تعرف ما تصورش انا وليت مدمنه على اللايف ديالك. أه... بس هذا ممكن يسبب لك مشاكل مع ابو العيال، انه اذا ظليت امام اللايفات يعني لن بالعكس. تطبخي ولن تطيبي اكل ولن والله تطبخي دابا ولا انا بطيله ولا حاجه. انا دابا اطبخ وكنسمع لك ونقول لك واحد الحاجه. والزوج ديالي في الحديقه كيحش الكازون، يعني يقطع ادعي ادعي. وهو خليه يجي الغريب في الموضوع هو كمان عنده تليفون خاص فيه وعامل اسعد الشرعي. مش معقول. هو في اقسم الحديقه وانت في بالله. المطبخ. والله هو في الحديقه وانا في المطبخ، ونفس هو تليفونه اسعد شرعي وانا تليفوني اسعد شرعي. شفتي؟ الله. الله يحفظكم والله العظيم. هذه بقدر ما انا سعيد، بقدر ما هي بصراحه الواحد يكون مسؤول عن هذا المحبه حقيقه. الله يحفظكم المسؤوليه ويبارك الحمد فيكم. لله. شخصي تقدم المسؤوليه الحمد لله لحد الان، زعما ما شفنا منك غير الخير. انا بدي شاكره لك لان بزاف الحاجات على المغرب انا كمغربي ما كنتش كنعرفهم، كسياحه وكمدن ما كنتش كنعرفهم، لان انا ساكنه في اقصى الشمال. مدن في الجنوب ما كنتش كنعرفهم. كنتمنى دابا وعندي مخطط باش نمشي نشوفه بسببك انت زعما. فريمون شكرا. الله. والله بلادكم جميله جدا. اذا انا ارى الأخ الكريم سيأتي أبو غالي سيأتي بعد أن يحش الأعشاب. جوعان. أنت كملي الطبخة. كملي الطبخة ونراكم إن شاء الله في لايف آخر. الله يحفظك، شكرا شكرا مرحبا لك أختي. بكم بزاف، مع تحياتي. السلامة، بارك الله فيك، في أمان الله. والله يا أخواني ماذا أقول. شفتوا صاحبة المسمن؟ هذه صاحبة المسمن، أقسم بالله أني لا بد أن أزورها إلى مكان عملها وأكل مسمن من يدها. واحدة يمر عندها عبد الواحد كل يوم الصباح يشوفها فاتحة اللايف، تشتغل في المسمن وهي فاتحة اللايف. يا سلام يا سلام.
محبة الناس حاجة كبيرة جدا صراحة. طيب، الذي يريد يطلع يكلمنا في الرياضة يطلع الآن. أشوف أنا، خلوني أشوف صوتين أخريين. لحظة يا حبوب، الله يزوجك. للمعنى صاف لندن وساحل بيان في ليفربول. ألو، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاكي دايرين بخير؟ لاباس عليك؟ بخيرين الله يحفظك. العيال عاملين صداع. انا غنسد عليا باش ما يسمعوش تسمعهم. اسمح لي، لا كنت كنسمع اللايف ديالك. فين غلقتي على العيال؟ لا تغلقي عليهم في مكان لا بعيد. انا سديت عليا البيت. مرحبا اختي سعيدة. اسمك سعيدة؟ ايوا انا سعيده. انا اللي طلعت معاك عند الاخ محمد مهدي هذه واحد الاسبوعين. اي، صحيح. تذكرتك. وداروا نعم. عليا تبليغات وحبسوا لي الحساب اسبوع مع الحساب ديالي. انا ما كنفهمش في التيك توك بزاف وداروا عليا بلاغات. ولقيتي في الخاص سب ولعن، صح؟ نعم ايوه. كان قلتي نهضروا على الرياضه. والله الا مني شفت اللايف ديالك ما خليتينيش نشوف ردة الفعل ديال اخواننا المصريين اللي هزمناهم اليوم في الاولمبيات، المنتخب المغربي ب6-0. حمو صاحب المصري. حمو زعلان. ايوه تولاتي حمو غيكونوا زعلانين. ايوه. لان النتيجه قويه جدا. طيب، انا سمعت قاسيه. انا سمعت ان الجزائريين يشجعوا الجن ضدكم. وهم ملي كيكون بلجيكا لعبه كيكونوا بلجيكيين، ملي كتكون اسبانيا كيكونوا اسبانيين، كيتجنسوا بالجنسيات الاخرى ضد المغرب. ماشي مشكل، حنا مولفين تعودنا. يعني هي رياضه عادي، حتى يشجعوا الجن ما في مشكله. ما عندناش مشكله ولو يشجعوا كما قلتي انت حتى المريخ ما عندناش مشكل. لكن هذا الجزائري الذي طلع هو اكيد شجع المغرب. هذا يحبكم بزاف، هذا الجيريان. اللي كيحبنا كنحبوه، اللي كيحبنا مبروك للمنتخب المغربي. ماشي مشكل. اسمعي، هو بيبارك لك، بارك لهم. انا شجعت المنتخب المغربي وفعلا هو فريق ممتاز، وهذه اول ميداليه لفريق كرة قدم في الاولمبياد. هي ثاني ميداليه. سفيان البقالي خد ميداليه ذهبيه افهمي، اول ميداليه لفريق كرة قدم في العرب. افهمي الكلام فقط. نعم كلامك صحيح. عندكم ديما حسن سوء النيه سبحان الله عندما جزائري يتكلم. قال لك باللي هذا يحب المغاربه. قال لك باللي يحب المغاربه واصدقائي مغاربه. لحظه يا سعيده، دقيقه يا سعيده. دقيقه. نعم. بارك لهم يا الجيريان، بارك الجيريان. نعم. مبروك الفوز للمنتخب المغربي، حقيقة أداء ممتاز. وهارد لك، نقول صراحة هارد لك للمنتخب المصري، لم يكن في يومه، أداؤه كان سيء جدا. ولكن ان شاء الله فرص اخرى. وفي الحقيقه شرفتونا بكل صراحه. هي من نيتك امانه، من داخل. والله من نيتي اخي يا سعد. انا تعرفني يا اخي يا سعد، انا انسان منصف وانا اصدقائي مغاربه. انا ما عندي حتى اشكال. يا اخي، نعم. حدثني عن هذا الاخت التي دائما يتنمر عليها كل مره. هذا الاخت التي يقولون عنها انها رجل. سأفهمك أخي سعد، صدقني هي ضحية حسابات سياسية. ذوك نفهمك. هي الموضوع بدأ، هي الفيدرالية أو الاتحادية البوكسينج استولوا عليه الروسيين طبعا. وفيه اختلاف كبير بين الروس والغرب، لذلك فيه تصفية حسابات. العام الماضي فيه البطولة العالمية للنساء للبوكسينج. دقيقة أختي سعيدة، طبعا هو دورك، بس أنا أريد أسأل عن شيء وسأعود إليك إن شاء الله. أختي سعيدة لا تذهبي.
ايوه طيب قاعد اشرح لك من الاول حتى تفهمني، لانه في مواضيع اوكي كبيره. واخا مازال ما كملتش. ايوه ما زال لك كلام يا اختي، ما زال لك كلام ان شاء الله. بس تكلم خليها تكمل اخي يا سعد. اذا نخليها تكمل هي. ايوه لاني حتى العيال عندها، عيالها عندها. كملي يا اختي سعيده، كملي سعيده. الله يسعدك. المهم انا بغيت دوري نشكرك. انا البارح كنت في فاس، كنت في المدينه القديمه، درت جوله على فاس وتازه وتاونات وسيدي حرازم، وكنت في فاس غاديه في المدينه القديمه حدا مولاي ادريس، ولقيت واحد السيد كيتفرج في اللايف ديالك بنفس الطريقه اللي كتتفرج بولات المسمن. حبيت نصوره ونصيفطو لك في الخاص، ولكن ما كانش عندي الوقت، كانوا معايا الدراري وكان شويه الوقت زحمه. الله يحفظك، الله يحفظك انا ويبارك شفت وانا فيك. جلست بقيت كنضحك، قلت سبحان الله هذا كيتفرج في اللايف على طريقه مولات المسمن اللي في مراكش، كنحييها ان شاء الله. انا سازورها ان شاء الله، مولاة مراكش سازورها. ضروري كنستناو ان شاء الله تحط لنا لايف من عند مولات المسمن ان شاء الله. انا توحشت المسمن اصلا، المسمن انا اموت في المسمن صباحا. روعه ما شاء الله. شكرا لك يا اختي سعيده، شكرا لك. وانا راكي ان شاء الله في لايف. شكرا لايف. على واجب، مع السلامه. مع السلامه اختي. ان شاء الله ان شاء الله. دابا انت عرفتي الحساب ديالي وليت طلعني هذه 3 سنين وانا كنطلب نطلع وما حالفنيش الحد. حاضر يا اختي حاضر، الله يحفظك. حاضر ابشري ابشري. ان شاء الله. طبعا مع انا السلامه، في امان الله. مع السلامه. انا طبعا بما انه الجيري موجود وهو متحدث جزائري رائع بصراحه، اريد اعرف قصه هذه ايمان خليف يا اخي. والله العظيم كل سنه يتنمروا عليها ويقول لك هرمونات الذكوره وهرمونات جدتي، وهي مرة جوازها مرة وشكلها مرة وكل شيء مرة. طيب طبعا اخي اسعد، نعم ساشرح الموضوع، لانه الموضوع صدقني معقد جدا. داخله فيه الووكيزم وجماعه ترامب حتى يفوز، حتى يعني الاخت ضحيه حسابات. لا هي بالنسبه للشكل كانها رجل حقيقه. بالنسبه للشكل لا والله شكلها والله امراه كامله الانوثه يا اخي اسعد. الزينه من هذا، وحتى لو كان كذلك ليش نتنمر على خلق الله؟ هي امراه لما تنازل ربما تلم شعرها وكذا، بس لكن عندما تكون خارجه امراه كامله الانوثه وفيها زين ما شاء الله اخي اسعد. بدون انا راح نحكي لك الامر اخي اسعد حتى تفهم الموضوع. ولا فيه اللجنه الاولمبيه اللي ترعى الالعاب الاولمبيه، وفي الاتحاديه البوكسينج. اتحاديه البوكسينج يعني مديرها ولا رئيسها روسي، وهي منظمه للامانه فاسده جدا، وقامت بتلاعب بالنتائج. قامت بايقافها منذ 2019 اللجنه الاولمبيه والدوليه، لانها قامت بفبركه نتائج. ومن بين النتائج اللي قامت تصور، دخلت منافسه مثلا ايمان خليف دخلت منافسه في 2023 وصلت الى النصف النهائي. لما هزمت الروسيه قالوا لازم نعيد الفحص، وفحصوا هرمونات التستوستيرون، قال لك وهي كلها كاذبه. هذا انذار للذين. لحظه. العام الماضي قالوا فحصوها ووجدوا هرمونات الذكوره اكثر من هرمونات الانوثه. قالوا هكذا في البدايه. قالوا هرمونات الذكوره مرتفعه. هذا وش قالوا؟ ايوه يعني ايوه يعني فيها. لكن اخر تقارير تقول بانه التقارير مفبركه وما هي الى تصفيه حسابات. صدقني هذه في الواشنطن بوست، في الواشنطن لا نحدد. صدقني هذه منظمه فاسده اخي اسعد، صدقني. لا على يا الجيريان في ناس سبحان الله، في نساء فيهن هرمونات الذكوره كثير، في رجال هرمونات الذكوره، والشيء عادي، وهي شيء عادي، ولكن ليس الذكر. ليس ليس الذكر. من قال لي ذكر؟ لا هم بعضهم قال انها متحول. لا الصحفيين وترامب وايلون ماسك قالوا انها، يا اما قالوا انها ذكر ولا قالوا انها متحول. هذا الاشكال. احنا هذا الامر مستهجن عندنا وغير مقبول تماما. وهي انا وجدت عنوان الجزائر تشرك متحولين جنسيا في البطولات. اجدوا ايمان، قلت هذه
ايمن هذه معروفه من زمان. اعوذ بالله اعوذ بالله. يا اخي شفتوا صورها وهي صغيره، شافوا وزعوا ابوها خرج وبكوها مسكينه في نصف النهائي، بكات لان له الضغط. والله العظيم هذا ظلم صدقني، وراح تقاضيهم اللجنه الاولمبيه الجزائريه، توعدت انه كل من تكون راح تقاضيه قضائيا، راح تشارعه قضائيا. هي بالنسبه للشديده والله لو تلكمني لكمه انا اموت فيه. لا شديده 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 شديده. تبارك الله، هذا خلق الله. وهذه صدقني كاين مثلا مايكل فيليبس هذا اللي يسمى القرش، عداء امريكي حاز على كل ميداليات، تلقاو انه فيه سبحان الله تشوه خلقي اعطاه افضليه حتى يكون منافس جيد في المنافسه السباحه، وفاز كل الميداليات فاز عليهم، ما يقدر حد يفوز عليه. اذا هذا خلق ما يجوز انه نتنمروا. انا رايتها مرتين وهي تبكي، دائما تبكي. هي لماذا تبكي؟ لا هي بكت فقط في هذه المرة لأنه في ضغط كبير واتهموها، وتكلم عليها رئيسة الوزراء الإيطالية، وفي إيطاليا لعبت مسرحية خذت لك 200 ولا تبكي هذيك الإيطالية، وقالت لهم حرمتني من إيطاليا، تنافست معاها هي فازت. لابد لا كاين نقطه لابد من تزامن، لانه ايلون ماسك وترامب وكذا هذو يمينيين كما تقولوا انتم، محافظين، هذو ضد الترانسجندر والمتحولين وكذا. سياسيا لما يتكلموا على الموضوع هذا سما استغلوها سياسيا. اخي اسعد، انت راك تعرف في بريطانيا في الغرب هذا النقاش هذا هما اللي سبوا البلاوي هذه السوداء هذه، اليسار والووكيزم، وجاو يلوحوا عليهم، يعني رمتني بدائها وانسلت. يا اخي احنا ما عندنا الشيء هذا. هي امراه كامل انوثه، وصورها في وهي صغيره باثاث وبشعرها وكذا. هذا موضوع قلت لك استغل سياسي. تصور البارحه في مجلس الامن المندوب الروسي يتكلم على الموضوع ورد عليه المندوب الجزائري. يعني شفت الموضوع وين لحق لمجلس الامن. تصور هي البنت يعني مولوده في الجزائر وعايشه في الجزائر ولا من جزائريه الخارج؟ لا تكلم عربيتها فصحى ما شتاش اخي ساعه تكلمت، وهذا موضوع كرامه قالت، وموضوع كرامه عايشه في الجزائر في ولايه تيارت واحدى القرى، يعني مش حتى مدينه المركزيه، بل من احدى القرى، وعاشت حياه يعني متواضعه وفعلا يعني طيب قسات. هذا الاولمبيات في فرنسا قال لك شهدت فضائح كثيره، في سرقات من الفنادق وحالات مزريه مخيفه. والله ما سمعت بالموضوع هذا. في قالوا بانه والله في الجزيره اقسم لك بالله اختفاء كثير من اللاعبين المشاهير، فقدوا اشيائهم واغراضهم من الفنادق، لا يكونوا من دي بيشتغل في الفندق. اخي اسعد هذه اشارات اختك من لا اخي اسعد لا فرنسا يا اخي اسعد، راك شايف واش كاين في بريطانيا واش راح يحدث، وخوفي عليكم. ان شاء الله طمنونا على انفسكم ان شاء الله بخير. هذا الموضوع والله ما هو موضوع جد اخي اسعد، صدقني قضيه المهاجرين وكذا والعنصريه، والله صدقني موضوع جد. والجزائريين ما هم الوحيدين في فرنسا اخي اسعد، في مغاربه كثيرين، في توانسه كثيرين، في افارقه، في والله رومانيين، في من جنوب الرومانيين هذول يسرقوا الكحل من العين. والله والله العظيم انا والله وين سرقوا لي دراجه صدقني اخي اسعد. هذو يعني كنت في حي يسكنوا فيه الرومانيين، والله يسرقوا لك الدراجه وانت ما اي دراجه والله يسرقك انت. والله هذا الموضوع فقط الجزائريين المساكين والله ضحيه، وانت قاعد يعني تزيد في الموضوع. والله يا اخي جديا اخي اسعد ما تدخل في الموضوع هذا والله ما لا خلاص كيف تقيم انت اداء المنتخب المغربي امانه؟ والله ممتاز. انا صراحه انا ما تمنيت لهم البرونزيه، انا بكل صراحه هذو يستاهلوا الذهبيه، لا بكل امانه. اسبانيا راح لهم في الدقائق الاخيره. اسبانيا تفرجت حتى اسبانيا والله بكل صراحه حزنت حزن جديد، لانه هم كانوا في الشوط الاول احسن، وفي الدقائق الاخيره كان اسبانيا استغلوا الموضوع، سجلوا هدف وتلك الافضليه النفسيه واضافوا الهدف الثاني. والله بكل صراحه فريق عالمي
العالمي، فريق ممتاز جدا. موضوع ذهبيه، ما هو موضوع برونزيه. اوكي، ابقى معي الاخ سيجما اللي تحت. نعم، السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. أهضمت حقي أخي أسعد وأنا من الأوائل، ولكن لا أعذرك. هو ليس بالدور، انا اخذ صوت يعني صوت مغاير يعني. لا أعذرك، عادي. تحية ليك وتحية للحضور والإخوان المتتبعين والأوفياء وأصحاب العقول الراقية. هي في الحقيقة رسالتي فقط لبنو جلدتي المغاربة الأحرار الغيورين عن الوطن، أنهم بالله عليكم لا تناقشوا الإنسان الجزائري في مسألة التاريخ وفي مسألة التقاليد. ليش يا أخي ليش صلي على النبي؟ عندك جزائري بيتفاهم معك ويأخذ ويعطي معك. أنا أقول لك ليش أخي أسعد، أنا أقول لك لأن كيف يعني بالله عليك، أليس الأولى أن نناقش الأتراك في مسألة التاريخ؟ أليس الأولى أن نناقش الفرنسيين في مسألة التاريخ؟ يا أخي هم من عاشوا على هذه الأرض. شوف، النقاش التاريخي هذا والله أنا قعدت فيه 2 سنين يعني، وتم الذي تم والحلقات مسجلة، لكن الآن بدأوا الجزائريين يتفاهموا معاكم يا أخي، بدأوا يتكلموا بالوثائق ويتكلموا باحترام يعني. لا تنتقصوهم لدرجة إنه لأنه دومير ما خلى لهم شيء، قسما بالله. الجزائر أعلى كعبة في التاريخ، والله أعلى كعبة، والله أعلى كعبة منكم. فقط عقدة، والله فقط عقدة لهذا الكلام هذا. تحب نتشنجوا احنا جينا من كوكب اخر. طيب لحظه خليه يكمل. الحيوانات لا يليق بالبشر، لانه يعالجكم، لانكم حيوانات لازم يعالجكم انتم. تحبوا النساء، تحبوا اذا تحبوا النساء احنا ما يا اخوان يا ولد العظمه سد المايك. ينظر للشعب المليون ونصف التاريخ عندنا والله على كعبة منكم يا اخي. لو سمحتوا لو سمحت يا اخي لو سمحتوا لو سمحت يا ولد العاصمه، لو سمحت لحد يفتح انت اللي راك تتزاوج مع لو سمحت يا اخي سد المايك يا اخي، سد المايك، لا قد تفتحش. الكلام عند الاخ اللي تحت، رجاء ما حد حيوانات، كلنا بشر. وللامانه يعني كونه طبيب بيطري هذا لا يعيبه، عادي. ايش المشكله اذا هو طبيب بيطري؟ طيب أنا لا أتكلم عن أي جزائري بإساءة أو بسوء نية، أو أنا أقول للمغاربة لا يمكن، حتى المنطق لا يقبل. كيف يعقل ابن مملكة يعني عمرها 1000 سنة، يفوق 1000، يخاطب من استقل حديث عهد بالاستقلال واستقلال مزور؟ ثم أليس الأولى أن نناقش في مسألة التاريخ والتراث والتقاليد الأتراك الذين عاشوا 300 سنة؟ من الأولى بالمناقشة؟ أليس الفرنسيين الذين عاشوا 132 سنة؟ كيف يعقل أن نناقش إنسان لا علم له بالجغرافيا ولا بالتاريخ ولا بالتراث ولا بالتقاليد، إلا أنه يسرق كل ما ليس له؟ ثم مسألة ثانية وفي عجالة لأترك مجال الإخوان، وهو مسألة نكران الجميل. وأنا كنت أود في الأمس القريب أن تتكلم على هذه المسألة بشدة كي يعلم الناس مع من حصرنا الله في الجوار. نكران الجميل. نعم، نكران الجميل. أحلى موضوع اللايف اليوم، أحلى موضوع والله العظيم للايف اليوم، نكران الجميل. من أنتم أنكرتموهم أم هم أنكروكم؟ أنا أقول لك أخي، أنا أقول لك أكرم ملك عرفه التاريخ في نظري وفي نظر الجميع من الناس، وهو محمد الخامس. أكرم ملك كريم جدا. وتخيل يا أخي أسعد، عندما تتاح لك الفرصة في الأمم المتحدة لتتكلم عن خسائر بلادك وعن مخلفات الاستعمار الفرنسي الذي تركه في البلاد، تمنح هذه الدقائق المعدودة إلى بلاد الجار وتترك نفسك في الأمم المتحدة. وفعلها الحسن الثاني رحمهم الله. فأنا أقول لك اسمعني يا أخي، أنا اليوم لقيت أحد الإخوة أرسل لي مقطع. أتمنى يبدو أنكم رأيتموه. سد المايك، سد يا سيما. أرسل لي واحد مقطع لبونيف بيحاور واحد آخر ما مش عارف اسمه، أول مرة أشوفه. يعني طبعا كلمة كأنها جلسة قهوة. فيقول ذلك الضيف ضيف تحفة والله العظيم، يقول شوفوا
احنا ما لنا حاجه في الصحراء، والله اذا حطينا الصحراء في راسنا نديها في 24 ساعه والمغاربه يتفرجون ما يستطيعوا يقاوموا، والله ما يستطيعوا. جلس شويه نزلها الى 20 ساعه، جلس شويه نزلها الى 15، جلس شويه في الاخير اخر اللقاء قال والله 12 ساعه بزاف عليهم المغاربه انهم يصمدوا امامنا 12 ساعه. ثم بعد ذلك قال احنا كنا مستعمرين وهناك دول ساعدتنا ويعني دعمتنا للتحرير، فبالتالي نحن من على هذا الأساس بعد أن تحررنا ندعم البوليزاريو هذول عشان ينتشلوا حالهم كما ساعدونا ناس وانتشلنا حالنا. قلت يا سبحان الله، أكثر من دعمكم هي المغرب في مسألة التحرير، ولا يستطيع أن ينكر أي جزائري لأنه كل شبر في بركان وجده يشهد عليكم. ومع هذا قابلتم المغرب بأنك تدعم قمحة مقلية عشان تقسم أرضهم. هو هذا نكران الجميل الذي الأخ يعني ذكره. طبعا اللقاء ما كانش داعي أن نعلق عليه، بس حبيته كمادة فكاهية لأنه إحنا ضبحانين والبلد مغلقة وإحنا محبوسين في البيوت، ما خلونا نخرج في مانشستر والدنيا مقلوبة علينا في بريطانيا. قلت يلا لقيت واحد من بونيف قلت طقطق لي مع هذا بونيف وهذا ضيفه، ويقول لك 12 ساعة والله ما تستطيعوا يا جماعة أنكم يا والله ما يستاهل حتى ان احنا نناقشه، بس يلا مشينا. قلت له 12 ساعه هذه شنقريحه، يلا يلبس فيها البدله، يلبس البدله اذا قام يعني يلبس فيها البدله. طيب شكرا لك يا اخي سيجما، ولا باقي عندك شيء؟ ناخذ وليد. دقيقه واكتفي. السلام عليكم. دقيقه يا وليد، دقيقه خليه يكمل. اكمل دقيقه فضل. نعم. هو اريد ان اقول بيت يعني اقتبسته من جرير وزدت عليه بعض الكلمات، وهو يعني نكرانكم جميل محمد خامس فقبحا لحبوتكم التي لم تحلل، لا تذكروا حلل الملوك فإنكم بعد طردكم المغاربة كحيض لم يغسل. والسلام عليكم. وما تراه الآن في الجزائر. لو سمحت يا وليد سيبقى. ومرة ثانية لا تقتبس أي شعر من جرير لأنه ممكن يقوم من القبر يعمل يرفع عليك دعوة قضائية. تحياتي لك وشكرا لجميع الإخوان. وما تراه الآن في الجزائر وكل ما يقع ما هو إلا لعنة المغاربة المطرودين في 75. تحية للعاصمة الرجولة. تحية لكم. ابقى معي. تفضل يا وليد. سيجما، عبالك عندك زهرك مع واحد جدو مجاهد وجاهد في الكوتي تاع وجده. شوفوا خوتي الجزائريين، السلاح هذاك اللي كان يدخلنا عبر المغرب وتونس كنا نشروه بدراهمنا. انا جدي قرا في فرساي، قرا عامين في جامعه فرساي الفرنسيه. من هو؟ جدي اسمه عمر عمراني علي، كان احد من المخابرات الجزائريه، كان في لايسام هكذا. وكان كان يشتغل في المخابرات تاع جبهه التحرير الوطني، باسكو كان عنده مستوى هذاك الوقت. ليكن في العلم ان محمد الخامس كون ثروه جد طائله باموال السلاح اللي كنا نشروهم عبر الحدود، والاسلحه اللي كانوا يجوا عبر المخابرات الامريكيه والايطاليه والمصريه. كانوا يجوا الاسلحه كانوا يجوا من هاد البلدان هذوما باش قدرنا نشروهم عند محمد الخامس. كانوا يجوا عبر التهريب كيما راهم يهربوا دوكا المخدرات، كانوا يجوا عبر الحدود كنا احنا نشروهم بدراهمنا. محمد الخامس دار ثروه جد طائله بدراهم الاسلحه اللي كانت تدخل عبر الحدود، حتى تونس كنا نشرو من عندها الاسلحه. هذا الحاجه الاولى. ومام حتى مر الثوره الجزائريه. لحظه يا اخي، كمل جدي. اصبر قبل جدك. الاسلحه كنتوا تشتروهن بالدينار الجزائري يومها وما قد فيش دينار؟ لا كان الفرون الفرنسي، الفرنك. ايوه الفرنك الفرنسي. حتى كي كانت حمايه المغرب وما زال حتى لحدنا الان، كي كانت حمايه كانوا يتعاملوا بالفرنك الفرنسي، كنا نتعاملوا بنفس العمله.
طيب طيب أنا وليد، أنا لحظة، هذه نقطة خطيرة يعني. قبل أن يعلق، سد المايك يا وليد دقيقة لو سمحت. أيوة ولد العاصمة لو سمحت، ولد العاصمة. أنا أريد رأي الجيرين. هذا الجيرين، الأخ وليد يقول أنه محمد الخامس شكل ثروة طائلة من تهريب السلاح الجزائري. ما رأيك أخي الجيرين بهذا والله التصريح؟ ما بصراحة أنا ما عندي معلومة، وأنا اللي نعرفه أنه محمد الخامس ملقب بصديق ثورة، وأحد أكبر الشوارع في الجزائر العاصمة مسمى باسمه. ما نعرفه غير الخير على محمد الخامس بكل صراحة بكل أمانة. وحتى هل يعني هل كان اثبت لحظة لك لحظة يعني في احدى المرات، نكمل برك ونعطيك اخي اسعد. اثبت لك في احدى المرات انه هجمات 20 اوت لو تتذكر كلمتك عليها، انها كانت من بين اهدافها انه تضامنا مع يعني نفي الذكرى الثانيه لنفي محمد الخامس. يعني بكل صراحه انا الكلام هذا اذا عنده معلومات انا ما عنديش بكل صراحه. لا بكل أي صراحه معلومات يعني. أولا يعني هذا الكلام، سد يا الجيرين. يا أخي وليد، يعني هل جدك الذي روى لك هذا الكلام أعطاك دليلا أن محمد شوف الخامس شكل ثروة شوف مثلا؟ اخي انا جدي كمل يخدم، ما توفى في 97. توفى في سنة 97. 1997. نعم، أيوه. كان في المخابرات الخارجية. حتى وكان خرج مور الثورة، حتى وراء الثورة كان كمل علاقات تاعو مع الاعضاء من المخابرات الخارجيه. كانوا يجوه الجزائر الايطاليين والمصريين، وكمل المعاملات تاعهم معهم. كان طيب يا يخدم، وليد، كان يا في هذاك وليد، الوقت. لحظة، الله يرحم جدك، الله يرحم جدك، هو ليس موضوعي جدك. امين يعني امين. أنت كيف عقلك؟ هذا ملك يعني، بالله عليك ماذا ينقص واحد ملك انه يهرب سلاح ما كانش عنده النقود حتى يمول لك محمد الخامس بهذيك. ما كانش عنده ثروه كبيره باش يمول لك الاسلحه دوك اللي كانوا يجوا. حنا كنا كاين واحد اسمه الفرقاني. هذا الفرقاني كان يسكن في لحظة. كيف انتم ناس مطاردين محتلين، كيف انتم عندكم فلوس وملك بلاد ما عنده فلوس؟ كانت لا كوتيزاسيون. كانوا ناس في الجزائر عندهم فلوس. على بها جبت لك هذا الفرقاني كان من ممولي الثوره. كانت عنده ثروه. كانت عنده ثروه. كان يخدم البرتقال، كان فلاح. كانوا هنا وناس كانت عندهم اموال، كانوا يدعموا في الثوره الجزائريه. الاموال هذوك كانوا كيفاش يقولوا كوتيزاسيون باللغه العربيه؟ اشتراكات. شوف اشتراكات. شوف اخي انا معلوماتك ما عم منين مصدرك، ولكن للامانه الثوره في عنفوانها كان منفي محمد الخامس ولا لا؟ يعني انا مش عارف. لا. شوف كان مام حتى هذاك الكيلاوي كان هو مستولي على كان مكلف ثاني. القلاوي فوالا. القلاوي كان مناوئ. ما كانش وحده. خلوني في الثروة يا أخي وليد، يا أخي حتى تاريخكم وحتى مؤرخونكم يذكروا الملك محمد الخامس بكل خير. أنتم لماذا تتجنوا على الرجل؟ لا والله لا يذكر. ما كانش تحب شو الدولة الجزائرية كانت كريمة، مم الهواري بومدين، لأنهم عاشروا الشعب المغربي وكان عندنا جوار معهم، ما كانش عندنا مشاكل. حتى مر وصل كي راحوا يحتلوا أراضي الجزائرية. كانت حتى انا ما فهمتش كيفاش الثوار تاعنا واللي كانوا حاكمين الجزائر ما تكلموش في هذا الامر هذايا. كانوا مخلينا شغل سايبه. كانوا مخلين هذا الموضوع سايب، وكاين بزاف كاين كثير من المواضيع راهي سايبه. الدوله الجزائريه ماش تكلم عليها، واللي صارت ابان الثوره التحريريه. اوكي سد المايك اخي وليد، شكرا لك. لا اله الا الله.
طيب أنا أريد المداخلة قبل أن أغادر يا سعد. خذ. طيب السلام عليكم ورحمة الله. فعلا موضوع اللايف كان جميل جدا، نكران الجميل، لأنه لن تجد شعبا ينكر الجميل وشعب يعني يتجرع الغدر كالشعب الجزائري. لن تجد وليش شعب. يعني هذه حقائق. ما هذه تقاطعش، حقائق. لا تفتح يا اللاقط وليد يا وليد لا تفتح لكن حاول الا تعمم يا اخي، اكيد في جزائريين انصفوكم يا اخي. لا هما حكومة وشعبا وقيادة يا اخي التعميم والله التعميم غلط يا ولد العاصمة. لا أسعد والله لا يخدمك انت يا أنا اخي. أتحمل مسؤولية كلامي. لا اله الا الله، يعني اذا في جزائري عاد في خير كذا تمحيه 1%. القاعدة على اسمع يا أسعد، نحن لا نقيس على الاستثناءات. الأصل بأن هذا الشعب المغيب، هذا الشعب الذي يتعاطى حبوب الهلوسة حتى لا يتقن جملة واحدة مفيدة. هذا الرجل يا أخي ما هوش الشعب. هذا الرجل الذي كان جده في فرنسا حركي كان يدرس في جامعة فيرساي. معروف بأن من كان يدرس في الجامعات الفرنسية هم أبناء الحركة، أبناء الزواف، هؤلاء الذين قتلوا في الجزائر. ما معنى زواف؟ ما معنى زواف؟ شوف يا تقادر روحك. شوف يا تقادر روحك. لحظة يا وليد لو سمحت لو سمحت يا وليد، الرجل لم يقاطعك، اسكت. إذا لك حق رد أنا أعطيك حق رد، أنا لا تقاطع الرجل. ما معنى الزواف يا ولد العاصمة؟ لا تكون بتسب. لا ليست سبة. الزواف والحركيين لها نفس المعنى تقريبا، مذكورة في وليد لا تفتح أنتو الجيريين رجاء، هو يأخذ حقه ثم أنا أعطيك حقك ترد على إذا تريد بعدها مباشرة. أنا سمعت هلوساتهم ولم أقاطع أحدا، لكن لو تقاطعني يا وليد لن أسمح لك أن تتكلم مرة أخرى، سأقاطعك دائما. اتكلم باحترام ما دام كان، ما تقولش حركة. يا أخي يعني أنت يا وليد لحظة لديك من الاحترام، وأنتم أبناء الحركة ليس احترام. دقيقة يعني أنت يا وليد تتهم ملكهم أنه كان يسرق السلاح وهو قال لك ولد حركة زعلت. يا رجل اتق الله، أنت الذي بدأت، خليه يرد عليك. يعني هو ما بيسب أمك ولا يسب عرضك ولا شيء، ويوصف حاله أنت وطني ولا حركي ولا ما وضعك. عادي، لا تزعل، لا تفتحش يا أخي، لا تفتحش لأن يأتي دورك، لأن أكمل يا أخي. شوف يا أسعد، هؤلاء أبناء الحركة، أبناء الزواف، هؤلاء الذين ولاؤهم لفرنسا ولم يكن يوما ولاؤهم للجزائر هم من كانوا يدرسون في الجامعات الفرنسية، لأنهم كانوا أبناء خونة الداخل. هؤلاء من قتلوا يعني فهمني هذا النقطة. ما كان يدرس في الجامعات عفوا، ما كان يدرس في الجامعات الفرنسية إلا أبناء الحركة، هكذا في تلك الفترة. نعم، لأن الجزائري كان يعتبر مواطن من درجة ثالثة، غير مسموح له بدخول حتى الجامعات الراقية في الجزائر نفسها، فما بالك أن يدخل جامعة فرنسية في فرنسا؟ هذه لا يدخل إلا الحركة. لذلك أقول للأخ عليك أن تراجع ماضي جدك، ستجده في لائحة الحركة الذين قتلوا الجزائريين والجزائريات. أما مسألة السلاح، نحن مستعدون أن نأتيهم بشهادة رؤسائهم. بوضياف وابن بلة وغيرهم يعترفون أن محمد الخامس قدم لهم الشيء الكثير، وإلا عليك أن يعني هذه دولة الآن تسمي شارع بشارع محمد الخامس وهو كان يعني يجني المال من هذه دولة عاقلة. هذه دولة عاقلة أنها تسمي أكبر شارع في الجزائر باسم رجل كان يغتني من أجل بيع السلاح للجزائر. وما كان عندكم أصلا أنتم، المغرب كانت عنده عملة، لم يكن عندنا الفرنك الفرنسي. أنتم لم تكن لكم عملة لأننا كنا نظام حماية وكنتم مستوطنة، كنتم جزءا من فرنسا ما وراء البحار، كنتم عبارة عن تابعين، هي فرنسا الأم وأنتم الذيل. لم تكن لا جنسية جزائرية ولا رؤساء جزائريين ولا قال لك أبي كان يخدم في المخابرات الجزائرية. كانت عندك مخابرات؟ كانت عندكم مخابرات جزائرية؟ يا أخي هذا هو اللي بومدين كان يتسكع، ينام تحت أقبية الكراسي في الشرق المغربي. بوتفليقة هذا كان يعيش، يعني لا أريد أن أصفه بوصف يعني قادح، لكن كان يعيش عيشة الذباب في مناطق الشرق المغربي. كان أغلى أمانيه أن يصبح رجل شرطة يقف يعني طول اليوم ينظم حركة السير في الشوارع، ورفضه المغرب. الآن أنت تتهمهم بنكران الجميل.
ليس ذلك فقط، بل أتهمهم بأن هؤلاء زرع فيهم الولاء لفرنسا. الذين يخاطبونك يا أسعد هم فرنسيون القلب والهوى. هؤلاء قبل يومين أصدروا قانونا أنهم سيعاقبون فرنسا لأنها اعترفت بالصحراء، فيه 3 بنود، منها إحياء الذاكرة، المطالبة بالاعتذار عن ما قتلت فيهم فرنسا. يعني دم الجزائري رخيص، لابد أن لحظة، هذه من ضمن الأشياء التأديبية فعلا. نعم. لحظة، وقبل ذلك كانوا مغطين الذاكرة. لا الدم الجزائري لا يسوى شيء قبل ذلك، لا يسوى شيء أبدا. شوف يا أسعد، أنت تناقش مرضى وناس مليئين بالعقد. لحظة يا ولد العاصمة، أنا اسمحوا لي أن يغير موضوع اللايف تماما بهذا النقطة يا أخي. يعني العقاب الجزائري على فرنسا الآن هددتها أنه سننبش الذاكرة ونذكركم بمن قتلتم مننا فقط لأنهم اعترفوا بالصحراء. نعم. شوف يا أسعد، أنا أقول لك أن القوم منافقون. تخيل أن جون بايدن يوم وصل الحكم كان قبله ترامب قام بشيئين أساسيين: الأولى اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، والثانية نقل سفارة أمريكا إلى القدس اعترافا بأن القدس هي عاصمة إسرائيل. الشعب الجزائري وممثلو الشعب والبرلمانيون والحكومة والدولة الجزائرية أرسلت تهنئة لبايدن تطالبه بشيء واحد: التراجع عن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. لم يذكروا لا القدس ولا فلسطين. والله لو أضافوها من باب الدعابة على الأقل يضحكوا على القطيع، لأن هذا الشعب مغيب. أنا أجزم لك يا أسعد بأن الدولة الجزائرية تضع حبوب الهلوسة في المياه. مستحيل أن يكون هذا الشعب واعي، مستحيل. لا حبوب الهلوسة تدخل من عندكم يا مغاربة، سممتوهم. لا أدخل ابن تبون ما دخل حبوب الهلوسة والكوكايين. طيب سد المايك. الهلوسة من يسعد قبل أن حبوب الهلوسة تصنع داخل الثكنات العسكرية في الجزائر. جنرالات الجزائر هم من يشرفون على صناعة حبوب الهلوسة وتصديرها إلى المغرب وإلى ليبيا وإلى تونس. والله يا أخي منهم، والله ما في أخطر منكم يا مغاربة في الحبوب. كل أربعاء تدخل لهم حبوب المهلوسة. أنا أتمنى تشوفوا لهم حبوب. مسألة أخيرة حول هذا اللاعب الجزائري أيمن. يا أسعد، هذا رجل، هذا أقصي السنة الفارطة، هذا أقصي السنة الفارطة. ليست مسألة هرمونات، مسألة كروموزومات، لديه كروموزومات ذكرية وتم إقصاؤه السنة الفارطة. وكذلك هذه السنة الاتحاد الدولي للملاكمة أخرج بيان بأن هذا رجل وليست امرأة. الرجل أن يدافع عليه. أنا أسأل الله عز وجل أن يزوجك به إن كنت تراه امرأة، إن كنت ترضى أن يكون لك زوجة من هذا النوع. الأمر واضح جدا. طيب أنا سأسأل هذا الكلام الألجيري، بس أعطي هذا الأخ وليد حق الرد لأني وعدته بحق الرد، ثم أعود الألجيريين أعطيه حق الرد عليه. عندما يأتي قال لي جدك حركي، ولو كان عنده شوي قليلا من العقل. قلت لك جدي كان في الحرب التحرير، كان في المخابرات الخارجيه. هذه النقطه يا اخي كيف لحظه، كيف مخابرات وما قد فيش دوله اصلا؟ كان عندنا مخابرات في جبهه التحرير الوطني، كانت مخابرات داخليه وكانت مخابرات خارجيه. تحب ابحث سهل اصلا. كاين اسماء كانوا في المخابرات، كيف كانوا ياتون بالاسلحه. او كاين وثائقي يحكي في هذا الامر هذا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، انت كيك تقول لي جدك حركي، انت اللي وحاكمك حركي، انت اصلا حمايه، انت يا حمايه. ولا وكيفاش استولى على الحكم محمد الخامس؟ ما استولاش على الحكم. ملك ابن ملك يد ملك يا اخي انت يا حبيبي. كان سلطان يا سلطان ولا ملك. العائله لا تحكم من 50,000 ملك. صلي على النبي. فين انت عايش انت؟ ما شوف لا محمد الخامس شو المغرب ما استقلش. المغرب حمايه، واللي حد الان استفتاء المغاربه
لحظة، يمكن المغاربة عملوا لهم استفتاء يحرروهم ولا ما يحرروهم، يمكن ما باستفتاء صح؟ عندهمش استفتاء، حمايه لا المغرب استفتوهم. خلينا من الاستفتاء. المغرب لحد الان حمايه. المغرب واش يكون باش يحتل الارض هكذا؟ لو كان ما كانتش حمايه راهو يحتل في الصحراء الغربيه بالنيابه على الغرب، على فرنسا. راك تحتلها انت، راك محتل الصحراء الغربيه بالنيابه، ماكش محتلها انت والو، لا قوه عسكريه لا قوه اقتصاديه لا شيء. الجزائري عايش خير منك ديجا. لحد الان انا نهبطوا في المستوى وانا نحكوا معاكم. راكم تسمعوا يا المغاربه، انا نحكوا معاكم ولينا نحكوا على البنان، على الماء، على العطش، وحنا شعب والله ما يضحك على الجوع. احنا ما نضحكوش على الجوع والمجاعه، مالغريك حنايا ما عندناش مجاعه في الجزائر. هذه الحاله الاولى. والحاله الثانيه شوف هادو لم يضحكوا على الجماجم. شو جدك لو كان راجل، لو كان ولا قد حد ذكر جمجمه حبيبي، لم حبيبي في المتحف، راهو في المتحف مع جدي. مي الله غالب توما ماشي تاع السلاح. حنا لا اسمعني وليد، اسمع يا اخي. ما جدك راس جمجمه جدك في المتحف انت؟ جمجمة جدي في المتحف. بصح المغاربه ما تقدرش تكون عندهم جمجمه لانهم لا يعرفون الحرب وما حروش بلادهم لحد الان مازال. لحظه يا حبيبي. اخر دقيقه لك. سد المايك عشان بيجي صداع يا اخي. سد المايك وافتح لما اكمل انا. طبعا يا اخي موضوع انه لك مخابرات قبل وجود دوله، والله ما اقدر تستوعبها. يعني تخيلوا ناس ساكنين في وجده وفي تونس وفي بركان يقاتلون يبحثون عن مسدس، وقد صاحبنا عاملهم مخابرات عالميه. يا حبيبي والله لو بتكلم واحد داخل راسه حجر، مثل هذا الحجر ما يستوعب هذا الكلام. اقول ثوار. نعطيك مثال. لا يا اخي، لا اله الا الله. يا اخي اصبر يا اخي. كان عندها مخابرات. يا اخي اصبر يا اخي اصبر. هذا شغل عصابات يا اخي. انت اذا تقول لي انك كنت عصابه مثل داعش وخلصني. يعني انت من اين اصبحت مخابراتي وانت يلا ما لاقي تاكل في وجده؟ يعني حاجه غريبه. ثانيا، بما انك اقريت انه جمجمه جدك، وانا لم اذكر الجماجم ولم يذكر هنا الاخ المغربي ولا الاخ الجيرين ولا حد ذكر الجماجم اليوم ابدا، انت اول من ذكرها. الان فاجأني هذا ولد العاصمه اذا كلامه صحيح، قسما بالله انه تبون يعني، واللي قبله بوتفليقه واللي قبله المفترض ان تضعوهم في خانه الخيانه العظمى. لانه الان يجي يقول لك لانه فرنسا اعترفت بالصحراء سيؤدب فرنسا بان ينبش الذاكره. الان بيذكروا جمجمه جدك وجرائم. طيب لماذا سكتتم؟ يعني فقط دماؤكم نبشت وجماجمكم ذكرت فقط لان الصحراء اعترف بها من فرنسا. الى هذه الدرجه انا اعتقد ان هذه خيانه، هذا استهانه بدماء اجدادكم. يعني يا فرنسا احنا اصدقاء، انا ساغطي عليك، لن اذكر الجماجم، لن اطالب بالجماجم، لن اذكر جرائمك، لن اذكر حتى التجارب النوويه، ولن اذكر عندما كانوا يقطعوا الراس هكذا ويتعلقوا بالراس وكذا. لكن مجرد ان اختلف لانه فرنسا اعترفت قال لها يهددها انا سانبش ذاكرتك. كيف تقرؤون هذا أنتم؟ هذا السؤال لك. ثم الألجيريان سؤال خطير، أريد إجابة شجاعة إن كان فيكم رجل رشيد. تفضل يا وليد، تفضل. شوف لا الكلمة لي حتى يجيب الكلمة أن يجيب يا أسعد. خلي يا أخي هذا مزرجن. خلي كمل ولد العافية. ايه كيف شوف انا دوك ما تجرنيش هذيك تاع الجماجم والخيانه، باسكو ما تكلمناش عليه لاننا ما تكلمناش عليها. المهم الاهم في الامر ان في المغرب ما كانش الثوره هذه، لم يحكوا عليها المغاربه. المراركه. سألتك سؤال. لا جاوب على سؤالي. لا ما كانش عندهم ثوره. لا انا لا اتكلم، ما في عند المغاربه ثوره، خلاص انا مسلم معك. لماذا لازم يقروا بها؟ لا لحظه، سمعت سؤالي ولا اعيد لك السؤال؟ اعاودوا سد المايك اعاودوا لك.
أسعد اتركني أقرأ لك فقط 3 شروط التي وضعتها لتأديب فرنسا حتى تفهم. ارسلها لي واتساب يا اخي، ارسلها لي ما عنديش واتساب. الوقت، خليه دعوا يوريكا خليه عربي. يكمل، خليه يكمل. ما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت. لحظه من لحظه قناة لحظه. الشروق الجزائرية. أول شيء عدم تمرير قانون تجريم ما عنديش الاستعمار. الوقت، ما عنديش الوقت. خليه يطرح توفير- سؤال. ثاني شيء إلغاء العمل بالأسعار التفضيلية للمحروقات لفرنسا. الشيء الثالث عدم المطالبة بالتعويضات عن التجارب النووية، تحريك ملف التعويض عن التفجيرات النووية في الجنوب. طيب الآن فقط تذكر الجزائريون أن أوكي. فرنسا قامت أوكي. بهذا اوكي، الأمر. لانه الاخ ما عنده وقت، المكتب مغلق عنده. شوف يا وليد، الان بلادك الجزائر تريد ان تؤدب فرنسا. فرنسا زعلت الجزائر لان اعترفت بالصحراء. الاسعار التفضيليه، يعني كانت تباع، نفطكم يباع لفرنسا باسعار خاصه، تخفيض هذا من فلوسكم. ثانيا عدم المطالبه بالجرائم والبلاوي وعدم كشفها وعدم اثارتها للراي العام. الا تعتبر هذا انت الان ان تربط جماجمكم وارواحكم وشهدائكم فقط بالصحراء فقط؟ والا المفترض انه هذه القضايا لا تموت ويظلوا يقروكم ويعلموكم. لكن يا فرنسا انا سكت عليكم، لكن بما انكم اعترفتم بالصحراء انا ساكشف جرائمكم وسافعل. الا ترى هذا استهتار بدماء الشهداء الذين سقطوا وبالتضحيات التي قدموها الجزائريين؟ فهمت السؤال يا وليد؟ شوف الاخ شرعي، كاين واحد دقيقه نرد على واحد الكلمه قالها من قبل ولد العاصمه. لماذا تتهرب من السؤال وليد؟ عندك شيء؟ راح نجاوبك. شو لا اله الا الله، لا تعبني يا اخي، دعني لا اجيب تعبني. اجيب اخي سعد. خلي صاحبك يجيب. خلي سد يا وليد، ما عندك اجابه، خلص ما عندك اجابه. خلي الجيرين. تفضل. معليش نتكلم بك. لا تتكلم في السؤال. في السؤال مهمه. راح لا في السؤال. انت عندك وقتك ضيق، انت وقتك ضيق. نتكلم وراها. حبيبي لا تحاول تهرب. انا سالتك سؤالا محددا تستطيع ترد عليه. وين النيف؟ يلعن ام النيف. وين النيف حقكم يا اخي؟ وش دخل النيف في السؤال هذا؟ يعني الان يقول لك سينبش ذاكرتكم يعاقب فرنسا. شوف نقول لك انا دوك نعطيك اجابه هذه، ولا موراها نرد بك على واحد النقطه. شوف حنايا في الحكم تاع الجزائر وكيما المغرب، باسكو حنا دينا الاستقلال مي قعدوا واحد الخونه هكذا، قعدوا خونه اللي كانوا ساكتين على بزاف امور ماشي غير هذه. كان عندهم تبون اخي خليني نجاوب ربي خويا وليد الله ينورك. لا ما تعرفش خليني نجاوب الله ينورك. روح جاوب اخي خليني نجاوب الله ينورك برك اخي. معليش ناخذ كلمه اخي يا سعد. تفضل خذ وقت وليد. تفضل. لم ارى في حياتي حاقدا ومضللا مثل ولد العاصمه صراحه والله. عندك شامبيون دو موند في التضليل، في الكذب، في العقد، يعوذ بالله. نعطيك واحد الفيديو اخير نعرف العاصمه لا تفتحها. خليني نجاوب. ايوه اكمل. اولا انك تتكلم انه الذاكره دائما كانت موضوع العلاقات بين الجزائر وفرنسا. الذاكره دائما، حتى في موضوع الزياره كانت الذاكره، وكان موضوع الامير عبد القادر وتسليم اغراضه الخاصه دائما. هذه المره انه اصدار قانون تجريم الاستعمار وراح يعمم على كل الدول الافريقيه. تعرف وش معناها الموضوع هذا؟ تبعاته كبيره جدا. لا بس لحظه وفي تعويضات من وراءها. تجريم الاستعمار معناتها كل ما عملته فرنسا في الدول الافريقيه وفي الجزائر عموما راح يكون عليها تعويضات وفي اعتذار. معليش خليني لا انا اريد افهم هذا النقطه. هل شرب ما انت شرقت شرقت شرب ما دقيقه يا اخي. شرق عادي، ليش تضحك يا ولد العاصمه؟ خلي شوف. تسمعني يا الجيري؟ انت بخير؟ اسمعك. طيب شوف سؤالي. يعني الان صدر قانون بتجريم الاستعمار، يعني الان سيجرم على القتل وعلى التجارب النوويه.
متى صدر هذا القانون؟ صدر هذا القانون كعقاب لأنه فرنسا اعترفت بالصحراء ولا قبل الاعتراف؟ بس يعني أريد هذا، إذا هو صدر كعقاب لفرنسا لأن اعترفت بالصحراء معناته دماؤكم وأشلاؤكم وشهداؤكم لا قيمة لها لأنها تقارن بتراب الصحراء فقط. لا، الموضوع كما قلت لك كان القانون هذا أصدر في 2005، ولكن لاعتبارات انه فيه تنازلات كبيره من فرنسا في وقت جاك شيراك تم توقيف الموضوع. ولكن الان لما انه فيه تغييرات في السياسيه راح يرجع الموضوع. هذه امور سياسيه، ندخلوا حتى الذاكره في السياسه. هذا موضوع اخي اسعد موجود في كل الدول. يعني المغاربه وريتك هذاك النهار من موقع رونو اعطاو مصنع كامل في ارض مغربيه، مصنع كامل 100% فرنسي في ارض مغربيه. متى 2005 لحظه القانون 2000 يعني ما قبل 2005 لم تكن فرنسا مجرمه. لا، لم يكن موضوع قبل 2005 لم يذكر موضوع تجريم الاستعمار، ماشي تجريم الاستعمار عموما. طبعا خليني معليش عندي مجموعه نقاط راح ارد عليها اخي اسعد. والله للاسف انا من بين المواضيع اللي اسفني كثيرا انه المغاربه ما زال يرددوا ايمان وذكر ويقولوا والله سحقا لكم اذا كنتم يعني والله ما عندهم دلائل. ما تتكلم يا ولد العاصمه. ما عندهم والله سخافتكم وصلت عنان السماء. صدقني. عيدا سحقا. والله سحقا لكم. كل ما يتكون في موضوع شرف سحقا لكم انتم. والله سافلين. والله سافلين. لا يا الجرير اهدى صلى على رسول الله. احنا تكلمنا في جينات وراثيه وهرمونات، ما فيش اعراض ولا اعراض. صلى على رسول الله. لا هو تكلم كروموزومات الغباء الشديد. قال لك كروموزومات قلت اكس يكراك. والله غباء شديد. لا علينا هذا الموضوع. صدقني لما تنال الذهبيه بحول الله وراح تقاضيكم واحد انت تعرف تذكر ولا انت تعرف. خلينا نكمل الموضوع. اما بقضيه الجماجم اللي كل مره تجبدوا فيها، الجماجم موجوده في متحف الانسان من كل الدول، وتحب نوريك الدلائل باللي ها جماجم مغربيه، جماجم تونسيه، جماجم جزائريه، كل الدول خذت منهم جماجم. باش في جماجم يمنيه يا الجيرين. لا فرنسا لم تكن في اليمن. وقضيه قال لك الاخ اللي قبل اللي يتكلم قبل قال لك لازمنا نتحاوروا مع العثمانيين على اساس انه هما اللي كانوا موجودين. يا اخي العثمانيين ما كانوش فقط في الجزائر. اذا كان هذا الاساس اللي كان يحكم هما اللي نتحاوروا معاهم، اذا انتم ما نتحاوروا معكم، تحاوروا مع السعوديه لانه محمد السادس من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم من السعوديه. اذا كان بهذا المنطق. اذا واخر اخي افتح لي الكاميرا، عندي فيديو مفاجاه حتى يعرف حجمهم وما يزيدوش يتكلموا على افتح لي برك الكاميرا اخي اسعد. تعال يا مشرف. راكم تشاهدوا الكاميرا. المسعري هذا المسعري موجود عندكم في لندن. هذا معارض سعودي. انا اعرف هذا رجل حقيقة بألفي. هذا متشيع. هذا شيعي سعودي. هذا شيء معليش خليه شيعي برك فق شوف وش يقول. والله انا اقول لك لحظة قبل ان تشقله لحظة دقيقة. قسما بالله العظيم انه دجال من الكبار. المسعري انا عارفه. تفضل شقله. ما في صوت. اكتفي بهذا القدر. مسخ. ايش تكتفي؟ ما فيش صوت. ما تسمع. اسمع شوف. ما سمعنا والو. يا الجريد ما دام المسعري هذا سده. طيب قفل. رجع صورتي يا اخي. توحشت نفسي. رجع صورتي يا مشرف. سد يا الجيرين. سد. الجيرين تعبان يا جماعه. تعبان الجيرين. ما سمعتوا والله ما سمعنا الا الشهيق والزفير ديالك حق الشرغه. والان
يا اخي ما فيش صوت. لا حول ولا قوة الا بالله. ترى مات ولد العاصمة هذه يا سعد، أصابت الرجل. يا الجيريان ما فيش صوت. يا سحقا لكم، أين أنت؟ سحقا سحقا بعدا بعدا. خلاص اسمعي الجيريان. سمعتوا يا نعم والله ما سمعنا. لا سمعنا بصراحة فضيحة مدوية للأمانة يا أخي. الله أنا تفاجأت بالكلام. ما سمعش. لا سمعنا يا وليد، يمكن أذانك مسدودة يا وليد. إحنا سمعنا وصراحة يا أخي مفاجئ الكلام، هذا مفاجئ. المسألي يقول على الأردن والمغرب هذو شوكتان في خاصرة الأمة الإسلامية، ويقول على المغرب مسخ. هذا فيديو موجود متداول أخي أسعد. فليقل يا أخي، أنا عارف المسعري، عارف هذا إيراني. ما هو إيراني الموالي سعودي يا أخي أسعد. والله متشيع حتى النخاع. معارض سعودي. أنا ما أخي خلاص سد المايك. حتى فرحان المالكي المسكين ان شاء الله فك الله اسره، قالوا انه متشيع. يا اخي تعرف النظام السعودي لما ما يبغي حد يدير له يعلق له سد المايك. سد المسعري معروف والعبدلي معروف، ومعظم للاسف المعارضين السعوديين تشيعوا في لندن، يعني على اساس انه اذا تشيع بيكون مناكفه في النظام السعودي هبل. شوف يا أخي الجيريان وليد، اثنينكم أحاول مع كونغستر، وأعتقد كونغستر عدو أخيب منكم. ما استطعتم تردوا على هذا السؤال. لماذا الآن سيثار قانون تجريم الاستعمار وكأنه من قبل لم يكن مجرما؟ يعني معقول دماؤكم ودماء آبائكم وأجدادكم مادة للمساومة من أجل إبراهيم غالي؟ من أجل إبراهيم غالي تطرح الآن جرائمكم والجرائم التي ارتكبت في حقكم فقط من أجل إبراهيم غالي؟ يا جماعة أنا بحاجة إلى 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 جزائري شجاع. الجيريان أخذته الشرغة، الأخ وليد عجز تماما، لأنه حاجة أنا مقهور. أنا مقهور الآن. أنا أتسأل وين النيف حقكم؟ تخيل انه كيف يغطيها الجيرين. قال لك اصلا القانون موجود من 2005، مجمدينه في الثلاجه، حطوه في الثلاجه عشان لا يفسد، حطوه في الثلاجه وغير مفعل وغير فاعل. ولا تذكروا جرائم فرنسا، وانا اقول ايش الاحضان والبوسات والقبلات. الان لانه فرنسا اعترفت بالصحراء، جبتم الجماجم والاشلاء والدماء والشهداء من اجل سواد عيون ابراهيم غالي. وأسفا على شهداء الجزائر، وأسفا على ما المغزى من السؤال؟ ما المغزى؟ طيب أنا دوري يا أسعد. يا وليد أنا داري إنه دورك، بس اصبر. والله إن هذا الموضوع أقسم لك بالله إنه أنا وجعني أنا أقسم بالله. فقط أسعد أوريك فقط كيف يا وليد. اي سبتة يا اخي. انا اكلمك عن جماجم وانت تقول لي سبتة ومليليا. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوان لو سمحت يا وليد شوف يا وليد شوف انتم الان ثلاثة، كونغستر والجيرين وليد، رجاء تدخلوا الان في الخاص، شوفوا احسن جزائري عندكم يجي يرد لي على هذا السؤال. رجعوا لي على هذا السؤال. لماذا الان الجزائر تعاقب فرنسا بإثارة جرائمها وكانت من أول ساكتة عشان سواد إبراهيم غالي، عشان سواد عيونه؟ أنتم ما استطعتم تردوا. حقيقة أنا أرى تواجدكم هنا في هذا السؤال عبثي. وجودكم رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. ما عندكم قدرة تردوا. والله ما فيها. ماني سياسي ماني مؤرخ. ايوه وانا اقول لك يا اخي وليد يا اخي جاوبي ما اقنعك اخي اسعد. ما جاوبي ما اقنعك. ها اي جواب. انا جاوبتك جاوبتني. قلت لك القانون هذا من 2005 وعندي مقال في الجزيره يتكلم انه برلمانيا ما مرش القانون هذا. ما كان ايش هذا ايش بتمأمأ؟ ايش قاعد تمأمأ؟ ما مر القانون يا حبيبي. لماذا يجمد؟
من 2005 يعني كم يا جماعه؟ كم من 2005؟ 20 سنه. 20 سنه يا مجرمين، 20 سنه مجمدينها دحين عشان ابراهيم غالي. تجرموا فرنسا عشان ابراهيم غالي. يلعن ام فرنسا يا اخي. انا كرهت امها يا اخي، يلعن ابوها على ابو اللي خلفوها. انا بنهي اللايف، ما عاد اشتيش لايف. اذا كرهت فرنسا يكره المغرب. لا ما مداخله. انا ما عاد اشتيش اللايف هذا، ما عاد اشتيش اللايف. انا قرح يا ولد العصمه، انا قرح قلبي، قرح قلبي أنا. لا انا اريد اوجه لك يا ودي ضربه بركاك من التبهليل اخي اسعد، بركاك من يا اخي التبهليل. على الجيرين بركاك من التبهليل، بركاك من قسما التبهليل. بالله العظيم يا الجيرين. فرنسا يا اخي سدوا لحظه يعني خلوني. طيب لحظه يا ولد العاصمه، لحظه ارجوك، اسمح لي. انا سد يا الجيري. يا اسعد عندي ما لحظه يا ولد العاصمه، لحظه. انا ارى نشوف كونغستر اذا عنده شيء بدك تعلق انت على الكل بعدين. نشوف البروفيسور كونغستر خبير السرقات في المانيا. اسعد انا كونغستر. لحظه يا ولد العاصمه، الله يرحم لك الوالدين. بعد اعلق على الكل يا ولد العاصمه، انت علق على الكل. كونغستر اسعد الله يزوجك، خليني انا اتكلم كاع في الامور اللي هدرتوا عليهم. انت اسعد باش نبدا بالقانون ولا نبدا باش بالقانون والله يمكن تطلع انت احسن واحد فيهم. اطلع اسعد. هذا القانون كان مجمد في وقت العصابه، انت ما تنساش باللي كانت حكمتنا 20 سنه عصابه بوتفليقه، وكانوا خادمينها مع فرنسا. كان يجي، كنت اشوف هولندي يجي يقعد مع بوتفليقه، وبوتفليقه مغيب باين، يقول انا تحدثت معاه ودرنا وكنا هذو هما. اما الان تغيرت الامور لما جاء الرئيس تبون وشنقريحه، الامر تبدل. ايوه تبون صار له 4 سنوات، لماذا لم يثير القانون؟ علاش رئيسي كي يجي في 4 سنوات كنا كي دخلوا ديجا كانت الكورونا، كنا في مشاكل. طيب سؤالي لك يا كونغستر، إثارة القانون الآن لها علاقة باعتراف فرنسا بالصحراء ولا صدفة؟ تكون سرعت في تبون، يكون كان حيدير هذيك، ولكن سرعت هذه الشيء، سرعت. ولكن ما تلومش تبون على الصوالح اللي سبقوا قبله. اما اسعد نسيت نقول لك تاع الفضل علينا. اسعد احنا احتلتنا فرنسا باذن الله واستقلينا باذن الله، الفضل ربي سبحانه. اسعد نبقى في الموضوع، انا اريد اتكلم قبل الخروج. اسعد الموضوع لا نريد لا احتلال ولا اتركوا الجماجم تنام في هدوء وسلام. نبقى في الموضوع. انا عندي مداخله. الموضوع طيب لحظه، دعوه يكمل. خليه يكمل قد تكلمي، لازم يكمل. مسكين ما تسكت. يا اسعد انا مضطر للمغادره. لا لحظه لا تغادر. لا هذا هروب ولد العاصمه يهرب. سؤال محرج. ولد العاصمه يهرب. ولد العاصمه يهرب. لا تهرب يا ولد العاصمه. لا تهرب يا ولد العاصمه بقى راني جيت. يا اسعد انا واحد وتكلم اثنين. طيب يا كونغستر ممكن نسمح لولد العاصمه بعدين انت يا كونغستر اذا سمحت. 3 جزائريين وينتظر الضوء بعدهم ب3. يلا تفضل يا ولد العاصمه. يلا يا هراب، يهرب يلا هرب. بصح ما تهربش من وراها اذا تكلم. لا نهرب. لا تهرب يا ولد العاصمه. كبر الكاميرا، كبر الكاميرا يا سعد. يكبرها المشرف. انا يدي في حنا. يا مشرف يا جناه يا مشرف. اسمع يا أسعد، بعدما تسبب في ضرب الأمن القومي للبلاد وتدمير العلاقة الثنائية، هذه أوراق الجزائر لتأديب ماكرون. تمرير قانون تجريم الاستعمار عبر البرلمان كورقة طريق تسير عليها المستعمرات السابقة. إلغاء العمل بالأسعار التفضيلية للمحروقات، يعني يعطون المحروقات مجانا لفرنسا. تحريك ملف التعويض عن التفجيرات النووية في الجنوب. هذه مسألة. إذن المسألة ليس، أنا أوقف الكاميرا يا أسعد، المسألة ليس لها علاقة بالحكومة، لا، هم جاءوا بهذا الأمر مباشرة بعد اعتراف فرنسا. النقطة الثانية صدفة يا ولد العاصمة. صدفة. لا ليست صدفة. هم قالوا هذه جريدتهم الشروق تقول هي رد على الاعتراف بالصحراء. النقطة الثانية تأديب. إذا لا وجود للصدفة هنا، يقولوا تأديب. قال لك بعدما تسبب في ضرب الأمن القومي للبلاد وتدمير العلاقات الثنائية. إذا الصحراء المغربية هي أمن قومي جزائري. الاعتراف بها هو ضرب للأمن القومي الجزائري، لأن مشروعية النظام الجزائري قائمة على هذا الصراع بالذات.
هذه أوراق الجزائر لتأديب ماكرون لأنه اعترف بالصحراء، هكذا تقول الشروق. المسألة المهمة يا أسعد التي يجب أن تطرح عليها سؤالا: كيف لدولة تؤمن بالحدود الموروثة على الاستعمار تريد تجريم الاستعمار؟ تريد تجريم الاستعمار الفرنسي وتريد أن تحتفظ بالصحراء الشرقية وتندوف لأنها حدود موروثة على الاستعمار. كرر السؤال كيف لدولة تعترف عاقلة تجرم الاستعمار وتعترف بحدوده، بل تقدس الحدود الموروثة عن هذا الاستعمار. إن كان الاستعمار جريمة لابد أن نعود إلى الحدود قبل دخول فرنسا، وهنا ستجد الجزائر بدون صحراء تونسية ولا صحراء ليبية وبدون تندوف ولا بشر ولا جميع المناطق الحدودية. أنا لن أهرب يا أسعد، أنا فقط خارج لأقضي بعض الأغراض. سأبقى معك. لا هارب. أول مرة تهرب يا ولد العاصمة. عليك أنا يا أول مرة لا لحظة يا شباب، يا وليد يا جماعة لو سمحتوا، أول مرة أرى ولد العاصمة ضعيف ويفر. والله أنا يهرب أسعد، كنتي أنا يهرب. اسمع يا لما يجيك انقستر تهرب. اسمع يا مفتي اللصوص، يهرب كنتي أنا. اسمع يا مفتي اللصوص، والله ثلاثتكم في الخلاط ما يستطيع. لا مستوى ما عندكش. انا ما عنديش مستوى سياسي ولا افضل منك. طيب لحظه ولد العاصمه يا ولد العاصمه، خلاص تريد تهرب عادي، انا خلني اخذ كنقستر ثم نعود الى وليد. ما عندك مستوى والله، ما عندك مستوى. خلاص يا وليد يا صاحب، خلاص يا صاحب المستوى، يا لو سمحت ولد العاصمه. الاخ كونغستر أسعد هو قال على الحدود الموروثة على الاستعمار. أنا لا أنا يا جماعة ما رأيكم تعترفوا أن السؤال محرج؟ يعني قولوا أن السؤال محرج. سؤال العقوبات هذه ونبش الذاكرة وتجريم الاستعمار الآن ليش؟ بعد أن اعترفت فرنسا. أسعد ما جاوبتكش. جاوبتك قلت لك هذا القانون. لا أسعد ما تهربش من الحقيقة، هذا القانون. أنا بهرب خلاص مع السلامة يا أخي، أنا هارب. لا ابقى كما ولد العاصمة تهرب. ايوه لاننا هربتوا كاع أسعد. هربنا يا اخي لانك هربتوا كاع. طيب خلي يتكلم يا مشرف، خلي يتكلم يا كونغستر. شوف تكلم افتح الميكروفون كونغستر، افتح فتحوا لك قبر. تسمع فيا ذوك أسعد؟ أسعد شوف الرئيس تبون كي جا كانت الكورونا ديجا، احنا كانت شوف أسعد وشوف تقدر تقول نصف تاع الوحدة تاعو تقدر تقول ما تحسبهاش أسعد، بس كانت الكورونا وكا كما نقولوا باش يتفرغ وصاب الجزائر تحت السيف. يا كونغستر انت بتفهم عربي يا اخي. الرجل صحيفة الشروق الذي عرضها هذا الأخ المغربي الذي هرب، ولد العاصمة الذي هرب، تقول لأنه فرنسا هددت الأمن القومي بالاعتراف بالصحراء، وبالتالي يعني هذا تجريم الاستعمار مرتبط باعتراف الصحراء الفرنسي. أسعد احنا معليش نرد أسعد سرع. كونغستر خليني نرد. الله يا مشرف لحظة خليني أنا نتكلم أنا ذوك لحظة يا أخي المشرف، طلع كل الجزائريين حتى اللي ممنوعين اللي سبونا من قبل، طلعهم. أنا اليوم حريص أسمع الكل. طلعهم يا مشرف، طلع أي جزائري طلع. هات يا كونغستر. أسعد بالنسبة أنا فهمتك تاع القانون هذه سرعت نقولوا باش نقولوا الجزائر طالبهم بهذه الاشياء. كما نقولوا أسعد ولد العاصمة كان يقول هما عندهم فضل علينا باسكو حنا كنا ندخلوا من الحدود، كنا ندخلوا عندهم. أسعد حنا في الحدود الشرقية فين كنا ندخلوا. ما عدشتش انا اشتي القانون هذا هل دماؤكم للمساومة؟ هل شهداؤكم للمساومة؟ أسعد خلاص قولوا لي هذا الكلام، يلا اثبتوه ولا ننهي اللايف. بحقوقنا أسعد. لا ننهي اللايف، ننهي ما تقدرش. شوف اخي أسعد ما تحاولش تمرر المغالطة. هذوك قلنا كانت العصابة 20 سنة عصابة. أنا يا عالم يا ناس يا عالم يا وليد. طيب لحظة
انا ساعود من جديد، ساعود انا لوليد نجاوبك، راح نجاوبك. طيب اصبر يا اخي، طيب اصبر يا اخي. تقلقش، ما تقلقش. لا ما تقلقش يا اخي، بس صل على رسول الله، انتم توقفوا قلب الحمار. يا كونغستر سد المايك، الله يسد نفسك، سد المايك. يا عالم، يا ناس، يا اخواننا، قرار تجريم الاستعمار وتفعيل قانون تجريم الاستعمار ونبش جرائم فرنسا في حق الجزائريين مرتبط باعتراف فرنسا بالصحراء. افهموا هذا الكلام نصا، جاء نصا في الشروق، جاء بالحرف الواحد، لأنه أنتم دولتكم تعتبر الصحراء هذا أمن قومي بالنسبة لها، وبالتالي فرنسا باعتبارها اعترفت بالصحراء مغربية وسيادة المغرب على الصحراء، هذا يهدد الأمن القومي كما تقول عندكم، وبالتالي عقابا لفرنسا بدأت تساوم بالجماجم والأشلاء والدماء والشهداء. أنا هذا سؤالي هنا، تستطيعوا أن تخرجوا من هذا السؤال؟ اخرجوا. ما تستطيعوا قولوا لي إكراما لكم وإكراما للشهداء الأبرار ننهي اللايف هذا حتى لا نحرجكم أكثر. حقيقة نجاوب اسعد. نجاوبك. احظى يا كونغستر يا أخي، أنت قاعد تدور حول نفسك أنت. خلينا نسمع هذا وليد لأنه شغلني. وليد شو اخي، اولا في السياسه نحكوا في السياسه، ماناش نحكوا في كلام تاع الشوارع. في السياسه باش دير موقف لازم تكون هناك حجه، لازم تلقى سبب. في كامل المواقف السياسيه اللي نعطيك مثال. فرنسا كي جات تحتل الجزائر، لقات كانت حادثه المروحه هكذا، استغلت حادثه المروحه. الجزائر دوله يا اخي العزيز، جيت كي جا الرئيس الحالي، كي جا الدوله الحاليه لقات العلاقات كانت مليحه مع فرنسا. كانت هنا استثمارات بار اكزومبل في المترو، في التراموي، كان عندها استثمارات هنايا. الجزائر بدات تحاوز فرنسا، بدات بالعقل. حنا اللي بدينا في لا بروفوكاسيون. كيفاش يقولها بالعربيه لا بروفوكاسيون؟ حنا اللي بدينا استفزاز. الاستفزاز، حنا اللي بدينا الاستفزاز. دونك حنا هذا الموقف هذايا لقينا السبب باش نطالبوا هاد الدوله، يعني نحكي لك الدوله الحاليه لقات هذه الحجه باش طالب بالحقوق هذوما، بالاعترافات، ولازم يخلصوا عليها. ودير في بالك قبل الجزائر، ما فرنسا قبل ما تحتل الجزائر كنا نسالوا لهم واحد ال 500 دولار، لا 500 مليون دولار تاع القمح اللي ما خلصوهاش. هي اللي لقات حجه. سد المايك يا اخي ابراهيم لو سمحت، سد المايك. الحرب على اليابان كانت بحجه، ياك استهدفت باخره، الامريكان استهدفوا باخره حرب امريكيه، هما اللي دمروها وراحوا يهجموا راحوا هجموا على اليابان. يا وليد حنايا وليد في السياسه لازم تكون حجه، يعني ما تجيش انت تلقى علاقات مميزه صح. وتبدا يعني ما ذكرت الحجة عندكم انه فرنسا اعترفت بالصحراء، صح؟ هذا الحجة عندكم. فرنسا لم تعترف بالصحراء، فرنسا دعمت. شوف، هذا التدعيم مؤقتا لان المغرب راهي محتله الصحراء الغربيه. يا حبيبي لحظه يا اخي، لا تحمقني يا ولد، لا تحمقني. انت قلت ان السياسه لابد من مبرر لاتخاذ قرار، وبالتالي ربط القرار هذا بتذكير فرنسا بجرائمها في حق الجزائريين مرتبط باعتراف فرنسا بمغربيه الصحراء وبالسياده المغربيه على الصحراء. هو هذا المبرر الذي انت تقصده ولا في مبرر اخر؟ نعم، هدت لي حاليا في الوقت الحالي، تهدد لي في الامن القومي، لان شوف الصحراء الغربيه، كي نحكوا على الموضوع الصحراء الغربيه راهم يمهدوا للطريق للكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني ماشي حيدوا فلسطين. لا تسبح، لا جايبينه لا شوف سيدنا شواتيرا ما شكرا لك يا وليد، انا اشكرك.
شكرا لك يا وليد، شكرا. المشكلة أنا عادك تضحك يا وليد، ما زلت تضحك، المفروض تبكي يا صاحبي، المفروض لان تبكي، الله يهديك. والله المفروض تندع أمها بكية، تبكي 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 لما تفتجر. والله العظيم يا حول. يلا تمام، سد المايك يا وليد، شكرا لك على المشاركة معنا. الجيريان، بحثت في جوجل، تركناك يعني تبحث في جوجل، بحثت في جوجل، دورت، شفت حدا، اتصلت بصديق، في عندك حاجة تبرد قلبي يا الجيريان تقنعني؟ لا والله قلت لك الموضوع هو انه موضوع راه، وعندي حتى لقيت مقالات انه تتكلم عن الموضوع في الجزيره، وفي قانون تجريم الاستعمار كان كل مره يعرض على البرلمان، وفيه طبعا في اطار ربما حزب التغيير ما كانش عنده اغلبيه ذاك الوقت. المهم الموضوع كان دائما موضوع تجاذبات سياسيه وموضوع نقاش سياسي يا اخي اسعد. من هذا الجزائري؟ من هذا خلي الجزائري يكمل. لحظة، البرلمان كان يرفض هذا القانون ولا كيف؟ لا ما كانش عنده الاغلبيه حتى يمرر المشروع، هذا ما كان. يا ما حبيبي كانش حبيبي، تجريم مستعمر قتلكم، من هو هذا الذي سيرفض هذا القرار؟ مش رفض لانه في إذا بنود. لماذا جمدتم 20 سنة؟ مش مجمد اخي اسعد، كان موضوع، كان نظام اخر اخي اسعد. هذا جا تبون يا اخوي كان فيه تفاهمات، لما ما وجدتش هذه التفاهمات يا اخويا القانون يرجع. هذا ما كان تو سامبلومون بكل بساطه. والله صعبت علي يا اخي، قسم بقى في الحل خلينا منك نحكي مع اسعد لو سمحت، خلينا نحكي مع اسعد. والله لحظة يا مو اصبر والله بقى في الحل منك يا الجيريان. تدور تبحث عن مبرر يا اخي، هذه خيانة من تبون والسلام. يا اخي شهداؤكم عبارة عن مادة للمساومة والاخذ والرد، مرة تجرم والفاعل، مرة تسكتوا عليه تجريم وتقبلوه. الاستعمار مرة أخرى، تجريم الاستعمار أخي سعد، تجريم الاستعمار. ما هو الاستعمار، ما فعل بك الاستعمار. لا شيء آخر، ما هوش موضوع للمساومة، احنا ما نساوموش شهدائنا أبدا. هذا موضوع تجريم الاستعمار عنده تبعات كبيرة جدا، هو راح تمرر شفتها في عندها شهداء. ما عندهاش علاقة بشهداء أخي سعد، ما عندهاش علاقة، صدقني ما عندهاش لا علاقة. يا شيخ، وفين ماتوا الشهداء هذول؟ معليش، الاستعمار هذا تجريمه لانه تعرف الفرنسيين يمجدوا الاستعمار، يعتبروه جاوا في مهمه حضاريه اخي اسعد. هذا معاكس لمنطق تاعهم تماما، وراح يعمم على جميع الدول الافريقيه. طيب يا اخي اعتبرني انا انه داخل راسي حجره مثل هذا، اشرح لي ما معنى تجريم الاستعمار، يعني 1 2 3، اشرح لي بالعقل والمنطق ما معنى تجريم الاستعمار. الاستعمار لما جاء كجريمة، أنه لما وطأت أقدامه على أراضينا، هذه بالنسبة لنا جريمة. لم يكن في مهمة حضارية، جاء لنا بالثروات، جاء لاستغلالنا، جاء لاستعبادنا، جاء لكل ما هو سيء. هذا هو معنى كجريمة. لقتلنا. نعم لقتلنا، لتشريدنا، أيوة لتشويعنا. نعم قلت لك يا الموضوع صدقني. رجال يا ديرين، عاملين فيها حب الشهداء وانتم خراطين، قسما بالله العظيم، والله العظيم، عشان لا تخطئوا تبون ضربتوا بالشهداء كلهم عرض الحائط. يا اخي عيب عليكم يا اخي، هذول ضحوا من اجلكم يا اخي، هذا قدموا جماجمهم من اجلكم، عشان سواد عيون تبون، وحتى لا يسخر منك المغاربه تضرب بالشهداء كلهم عرض الحائط. يا اخي عيب عليكم، اقسم لك بالله، وكل شوي تقولوا لي شهداؤنا. يا اخي سيروا، انا ما عاد اشتي هذا اللايف، والله العظيم كرهت اللايف هذا. خلني اكمل الموجودين واختمه. قفل يا الجيريان، قفل. انا ما نغادرك يا عاد، راح تكمل. السلام عليكم. وانا نظن باللي جاوبتك. خليك قد جا المخلص مو. تفضل يا مو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتم كتخاطبوا اسعد الشرعي، واللي ما يعرفش اسعد الشرعي كان تستعين فيه دول، يعني انتم ولا احتدوا لا ابيض ولا اسود مع الاسعد. اسعد قوي، انا نقولها لكم، اسعد لو كان في الكف الجزائري كان طلعنا اليوم احنا احسن ناس في العالم، يعني ما تراهنوش الموضوع هذا، سمعوا مني، يعني بلا ما تحاول تقنع الجيريا، بلا ما تحاول تقنع، اقول لك اسعد الشرعي كان في اتجاه المعاكس يا راجل، كاين كلمه نقولها لك.
يعني ما كبلا والله، وتقول له هاي بيضه ما يقول لك راناش كحله. نقنعوا فيه، ما راناش نقنعوا نكمل لك فيه، خويا، ما الله راناش يستر، خليني فاهم، نقنعوا. الله يسترك خويا، الله يسترك. رانا نقنعوا فيه والله، رانا نوصلوا الناس يا في الراي خوتي خليني العام، نهضر، خليني صدقني نهضر يا خوتي، الله يسترك. رانا ننوروا في الراي العام. يا ولدي اسمعني، خليني على نكمل. بالنا واش دير اسمعني اسمعوني يا خوتي، هذا راه اسمعني، راه كانت الدول تستعين به، كان في اتجاه المعاكس، هذا والله تقول له كحله يقول لك بيضه، ما تعيش روحك، هذه نقطه واحد. اسمعني، انا نعرف اسعد انا نعرفه 4 سنين ولا 5 سنين، نعرف كاع اللي قاعد ديالو في الجزائر، نعرفه مليح، تعيي في روحك. يعني خلينا، هذه نقطة واحد. نقطة اثنين، أي إنسان كيجي يقول لك هذه الكلمة، تبدلنا الخطاب آخر مع خديجة بن قلنا وزير الخارجية تاعنا، وشوف شنو يهدر على الذاكرة ولا ما هدرش. شنو هي النقاط اللي كانت عندهم اللي ما خلتش الرئيس تبون يسافر لفرنسا، كانت هي أهم النقاط موضوع الذاكرة. والله ما في غير لم يقل هكذا. لا لحظة لا يا مو، لا تخاف مني، لا تخاف مني. شوف لحظة والله لا، والله ماني قوي، والله سأقول لك كلاما عاديا. اسعد من عطاف، انا نعرفك اسعد. يا والله لا يا والله هدر معك بأخوة قسم بالله. عطاف عندما سألته خديجة بن كنة ما الذي يعرقل زيارة الرئيس، ذكر من بعضها، قال أسباب، ثم ذكر سبب واحد، قال إنه في قصر كان يسكنه عبد القادر الجزائري ونحن طالبنا بالبرنوس ديال عبد القادر الجزائري ورفضت فرنسا تعطيه. ولكن نسيت واحد النقطة لا تمام قلت لك أنا نعرفك. اسمعني، وعلاش ما وأنت اسمعني، ضعف الدبلوماسية الجزائرية في الأيام السوداء. اسمعني، خليني افتح لي هذا اسمه في الأيام في شو اسمه، اسمعني لو سمحت لي، في الأيام في العشرية السوداء كانت الدبلوماسية الجزائرية صفر على الشمال، تمام؟ صفر على الشمال. علاش ما اخذتش المغرب للصحراء؟ رغم انه انا ما عنديش مشكل فيها، ان شاء الله تاخذ، انا ما عنديش مشكل، انا ما يهمنيش هذا الموضوع. علاش تعتبر كانت اضعف دبلوماسيه هي الجزائر في وقت شو اسمه، كانت عندنا هذيك المشكله تاع الارهاب، علاش ما اخذتهاش المغرب؟ علاش احنا ما كناش موجودين؟ كانت الطياره ما تنزلش عندنا. جاوبني يا مو ما الذي يضيرك انت والاخ الجيرين والاخ وليد والاخ كونغستر ان تعبروا عن استيائكم؟ قل والله نحن لسنا سعداء بهذا التصرف التبوني الاخير. يا اخي ليس عيبا والله العظيم. اي تصرف يا اخي ان ينبش ان يعاقب فرنسا. يا مو فرنسا اعترفت بسياده المغرب على الصحراء، صافي، انت تعرف هذا الكلام صح؟ الان الجزائر قالت ستعاقبها بانها ستجرم الاستعمار. شوف، ومن الاستعمار قتل الشهداء والجماجم والتجارب النووية فقط. ستساوم الآن بأرواح الجزائريين فقط لأن فرنسا اعترفت لو لم تعترف عادي، احنا ساكتين يا فرنسا. يا أخي عادي أنك تطلع جزائري تقول يا جماعة أنا يسوءني هذا القرار، والله هذا ليس كفرا بتبون، ولا أقول لكم لا أنا لا أطالبكم أن تخرجوا على تبون أو تسبوا تبون، لكن من حقك أن تقول يا أخي دماء أجدادنا ليست للمساومة يا أخي. الشرعي اسمعني، أنا نعتبر عشان نحب المغاربة لأنهم بيحترموا ملكهم، عادي، يحبوا ملكهم عادي. أنا نقول لك اليوم أنا زرت المغرب أكثر من مرة، المغاربة نقطة حمراء الملك تاعهم، وهذه هم ملكهم. أنا نقول كل واحد يسب الملك، والله ما أنا بالنسبة ملكهم واحد يحبوه شرعيته. وإحنا ثاني اسمعني خليني نكمل لك، وإحنا ثاني لما تحكي على تبوني احنا نحبوها اخي، احنا ما نحبوش على الرئيس ديالنا يا اخي. حبها يا اخي. انا شوف هذا ولد العاصمه بيطلع يقول لك انا الملك قال القرار الفلاني احترم ملكي لكنني لست ملزما بهذا القرار. كثير مغاربه يقولوا هكذا، منها انهم مثلا لا يهاجموكم، الملك يقول لا تهاجموا الجزائريين وهم يهاجموكم يوميا. معناته انهم يقول لك ملكنا قال على عيننا وراسنا، لكن انا لي وجهه نظر اخرى. يا اخي تبون خليني نكمل. يا اخي يا مو اقصد تبون ليس رب العالمين يا اخي. تمام، تبون ماشي الله، اي انسان يغلط عادي، ولكن تكون تقول لنا واحد الكلمه انا نتذكرها او ايام اللايفات ديالك الاولى، كنت تقول ليش تتحملوا الناس فوق طاقتهم؟ علاش تقولوا للناس تقولوا الكل جزائري اللي تعترف بالصحراء ولا ما تعترفش؟ انا نتذكر ايامك الاولى انت كنت متشددين على الكلمه هذه، واليوم انت وليت اول واحد تقول اي جزائري ما يعترفش على الصحراء ماشي مرغوب فيه، رغم انك انت كنت ضد الشيء هذا. المغاربه اللي يقولوا مش انا يا اخي، مش انا، المغاربه يا اخي. على العموم انا خليني احب انت اقوى من انا اعترف هذه، حبيت نجوز هذه الرساله. اخوتي المغاربه والجزائريين، كاين واحد اللايفات كتطلع ويسبوا الجزائريين وهما مش جزائريين. انا كندخل في اللايف ديال البريف ديالهم راهم اسرائيليين، شفتهم انا بالكتب ديالهم وكل شيء. يعني ماشي كل واحد مغربي كيسب معناته باللي هو مغربي، رانا كنشوفوا البرايف ديالهم وكل شيء. هذه نقطه واحده انا نقولها. اخر نقطه اسعد لو سمحت لي،
ايش نقطة الإعراب ولا شو يسموها ايش يفكسرونا اخونا المغربي اللي يقول لك كل الشعب ماشي ملاح وكل شيء يا رجل احنا اكبر جالية عندنا في الجزائر هم المغاربة. اذا انت تضر في المغاربة انت لا تضر في الجزائريين. رجاء ما تكترش الثغرة بين المغاربة رجاء. اذا عندك نقطة اسمعني لو سمحت يا اخي، اذا عندك نقطة مشكل عادي انتقد كما تحب، ولكن خلي دائما الاخوه المغاربه اللي خدامين في الجزائر راه نسبه كبيره عندنا وكيحبوا يعني رجاء وشكرا. اخي اسعد باش ننزل برك نقطه اخيره فقط. كل هذا النقاش على نقاط ذكرتها جريده الشروق، وجريده الشروق للامانه ماهيش قناه رسميه وفقط وننزل. كذبوا. طيب كذبوا الخبر، قولوا الخبر كاذب. ما كذب، ما جاكش من وكاله الانباء ولا التلفزيون الرسمي، اذا ما حتى الان ما في شيء رسمي. طيب هذا كل تناقشوا في وسيله اعلاميه خاصه. اسعد انا يا الجيريان انا اتمنى يطلع الخبر هذا كاذب، اقسم بالله اتمنى. السلطه الجزائريه خاطبت جلاله الملك لو شفتها الرساله التعزيه قالت جلاله الملك، قلتها لك ذيك المره. معناته ماشي كل حاجه الشروق تقول كلمه معناته باللي هي الجزائر، خاصك تاخذ من وزاره الخارجيه الجزائريه، ما تاخذش من الشروق تحكي واش تحب. الشروق تقول لك مخرج عريان. ايوه الان عرفت دبلوماسيه. خليكم دبلوماسيين، قاعدين من اول متورطين قاعدين ندوروا حول نفسكم يا اخي. انا الجيريان، هذا الجيريان براود يا اخي، متحدث ولبق ويتكلم فرنسي وانجليزي، واليوم رايته كشوشع للاسف الشديد. ما لك يا صاحبي؟ ايش فيك اليوم شروق يا اخي اسعد، اذا ما اقنعتك اليوم، اذا ما اقنعت هو فعلا موضوع شائك فعلا. ولكن الجيريان لحظه يا وليد شوشع وما عندهم بيسيله انسان عاقل. اسمع المغاربه كامل يشبهوا البيسيله. اسمع اقول لك يا اخي يا الجيريان، انا والله العظيم اليوم اللايف هذا ارهقني جدا، لانه حاجه انا اتمنى انه يطلع كذب. عشان نكذب هذا ولد العاصمه الذي يهرب يترك اللايف ويهرب دائما هكذا، نقول له انت كذبت، والمصدر الشروق هذا بلا شروق بلا غروب بلا كلام. انا موجود. لا هربت انت غصبا عنك هربت. بس انا ما خليتنيش كان اهدر انا. ايوه والله ما خلينا كونغستر، ظلمنا. تفضل يا كونغستر، بعدين الاخ اللي فوق تفضل. اسعد كما نقولوا نعطيك مثال، انت راك عايش في لحظه يا الجيريان، يا الجيريان لا تغادر، لاني ساختم اللايف باغنيه اسمعكم اغاني جميله جدا. لا تغادر، خلاص سنغلق هذا الموضوع سنقفله الى ان نتاكد من المصدر. طيب كونغستر تفضل. اسعد انت عايش في بريطانيا، لما تجي حكومه جديده ما يلوموهاش على واش عملت الحكومه اللي كانت قبلها. اسعد أيوة. تبون عنده 4 سنين كما جاء عامين كورونا، ما نقدرش يعمل كل شيء في نفس الوقت. وعلاش قلنا حنايا امن قومي؟ لان اسعد الشحراويين لما تغلق عليهم كل الابواب ما يبقى امامهم الا يرفعوا السلاح ويحاربوا. وانت تخيل توقع حرب في حدودنا فما كيفاش لما مثلا الصحراويين تغلق عليهم الابواب واش حيديروا؟ لازم يحاربوا. الحكومه الصحراويين ينتظروا من الامم المتحده توجد لهم حل، هما قضيتهم في الامم المتحده. طيب يا اخي يعني انت كانك تقول انه تبون ما عنده الوقت الكافي، عدو مسكين يلا استلمها وكورونا. طيب الرجل يدعي ان يدير كل شيء يعني. طيب لا بس هو عندما يتكلم يقول لك انا الاولى خلهم اكبر دوله في العالم، يعني الاولى افريقيا والاولى عالميا والاولى ثالثا. مش الرئيس يدير كل شيء في اسعد. انت تعرف الحقيقه ولكن تحب تقلب الحق. انت راك في انجلترا وتعرف اللي لما تجي حكومه لا ربي سبحانه يقول لك لا تزير وازره وزر اخرى ولا لا؟ هذا ربي سبحانه راه يقول. على فكره مقطع السرقه الذي انت سجلته نزلته في التيك توك ضارب ترند يخرب بيت فرنسا. لا اسعد والله العظيم هذه الحقيقه. احنا لما انت الصحراويين تغلق عليهم كل الابواب ما يبقى لهم حل واحد انهم يرفعوا السلاح ويحاربوا. لما يكون هكا يكون عنده امل يقول لك الامم المتحده بالك تشوفوا لنا حل، تقولوا خلاص حنايا اعترفنا لهم محسوب انتوما لازمكم ترفعوا السلاح، ما عندكمش حل واحد اخر. انا الحل الوحيد عشان طيب يا كونغستر اسمع انت والاخوه الجزائريين الموجودين ولي تسمعوني كلكم، خلوني انا متهم باثاره الفتنه، خلوني اثيرها بشكل رسمي يا اخي. الحل الوحيد
ادخلوا مع المغاربة في حرب عسكرية، ادخلوا الجيش هذا. داخلينها. لحظة يا حبوب، اصبر. دخلت في حرب الرمال ودقوكم. اسمع، سد المايك يا هذه كونغستر. مغالطة. سد المايك يا كونغستر. يا أخي لا تقعدوا متحدة وهانا، أنت عندك جيش ما شاء الله، وهذا هذيك البنت اللي كانت تكسر الحديد هكذا، ما شاء الله جيشكم لا يقهر. ادخلوا يا أخي تقابلوا مع المغاربة هناك في الصحراء، واللي يدق الثاني يدق، وخلصونا من هذا الملف هذا قسما بالله العظيم. وتقع فتنة رسميا يا الجيرين. ما رأيك يا الجيرين؟ تأيدني؟ نعم نأيدك. ولو انه الحرب لا تعنينا الصحراويين بوليزاريو ماشي. لا ما اله الدولة القومي تاعنا يا الجيرين واحد الحرب. اسمع احنا معروفين بالحرب يا اخي، والله ما قد خضتوا ولا حرب واحده من بعد التحرير الا حق حرب الرمال، وكانت نتيجتها بطلع لك ادريس عمر، هو موجود طالب القسط عندي. لا طلعوا هما بالرايات البيضاء. عود والله العظيم اخي، والله زدنا 50 كيلو اخي اسعد، والله للامانه. لا لحظه زدنا 50 كيلو في الحدود. حقرونا الجزائريين، حقرونا. لحظة يا المغربية الهارب، لحظة اصبر. شوفوا حرب الرمال هذا انا افتح ملفها يوم، بس خلوني ادرسها انا، ما قد مش فاهمها انا ايش اسبابها. انا اريد اعرف ما سبب حرب الرمال، ما هو السبب الرئيسي. ما تقول لنا دقن. لا يا اخي لا تتكلم جلال. ايوه دقوكم، الدقه نتائجها عارف انهم دقوكم يا وليد. ونتائج وشيء زدنا 50 كيلو في الاراضي. سببها الارض دقونا وخسروا الارض. ايوه ما ادري كيف حصل ذلك. يزيدوا يدقونا ويخسروا الارض اسعد. خلونا اسمع يا الجيري، خلونا ندرس هذا الموضوع على هذا، ومعي مواضيع كبيرة جدا، بس والله العظيم سامحونا اليومين هذه نفسيتنا معكرة في بريطانيا، والله مشاكل. بتخرج نسائنا واولادنا ونرجع، وقد كل شويه نتصل الو انتم بخير كذا. اليمين صحيح اسعد. عندي عائله بريطانيا ضربي بالسكين، وفي مشاكل كبيره في بريطانيا عن جد. تخيلوا امس كل المدينه تحت الاقامه الجبريه، امس انا في البيت ما طلعنا، والله قالوا جلسوا في بيوتكم. الجماعه ناشرين في تويتر انهم سيكسرون ويفعلون كذا، فمزاجي ما هوش رايق. بس لكن ليش سبب هذا الموضوع هذا اسعد هناك؟ شوف اللايف اللي في اليوتيوب، انا شرحت هذا الموضوع كامل، شرحت التفاصيل كامله بسبب مقتل 3 بنات ان شاء الله المستعان. الاخ اسعد حبيت نردبك هذه على حقرونا زعما المراركه. لا حقرونا جايه من الاحتقار. واحد يحتقرك يقول لك هذاك وين هبط من الجبل، هيا ندوا لهم ارضهم. المجاهدين ما كانش عندهم اسلحه متطوره ولا طائرات ولا، وهكذاك وغلبناهم وخرجناهم من الاراضي. وإحنا عندنا مثل في الجزائر يقول لك العود اللي تحقروا يعميك، احنا عميناهم. هذه هي. شكرا لك يا وليد على التوضيح. كان عندك مخابرات ولم يكن شكرا اسعد. لحظه يا شباب، لحظه كلكم. كان عنده الاخ اللي فوق كان عنده مخابرات ولم يكن عنده سلاح. الاخ اللي فوق اهدى. الاخ اللي فوق اسمه اللي فوق. نعم. السلام اللي فوق. وعليكم السلام ورحمه الله. كي راكم لاباس؟ ان شاء الله قاعد تكونوا مليح. بخير الله يحفظك اخي. الحمد لله. والله اسعد اخي، انا ما بعرف السياسه كثير، ما بتكلم في السياسه كثير، ولكن لدي نقطه. انا اتابعك كثيرا، ولكن انا اريد ان ارد على ولد العاصمه جست على كلمه. ما انا خاطيني السياسه وما نبغيش ندخل في الصوالح، وجزائري وما نقولكش انا دار تبون ولا تبون ما دارش، وما على باليش لا راه مليح ولا ماشي مليح، وما رانيش عارف وما ندخلش روحي انا كاع. ولكن برد عليه واحد الكلمه برك. يا خويا قبيله كنت نشوف اي كلمه. ماذا قال هو؟ ما هي الكلمه التي تريد ان ترد عليها؟ ماذا قال؟ وعلاش تقلق؟ انا راني جاي باين نقول لك اخويا. لا عشان افهم يا اخي، مو تقلق، عشان افهم. بغيت نقول له هي على هذاك، على الشيره هذيك ايمان خليه قبيله مشي حشمان ويقول له ايمن. والله عيب اخويا ولد العاصمه، والله عيب، والله عيب. وما عندهم خديجه عندهم خديجه. لا. والله يا وليد، لحظه يا وليد، يعني لحظه. عندما انت يا ولد العاصمه قلت ايمن تقصد ايمان، والله عيب عليك فعلا.
عيب لا عليك يا والله ولد عيب، العاصمة. والله عيب ماشي. لا 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 والله اسعد عيب. ما تقولش عيب. عيب اسمعني عيب كبير والله، فهمت قلت له المستوى والله اللي قلت انا له نحاوروا فيه، والله عيب. المستوى. والله والله قلت له والله والله للاسف انا الشديد. لعلمك والله فكرت ايمن انه لاعب اخر، والله ما فكرت اني ايمان، وهذا بصراحه خطا من ولد العاصمه فعلا. والله انا ما ندخلش روحي في السياسه وما نبغيش ندخل روحي في ذو تاع الصحراء الغربيه، واللي الصحراء راهي عندهم واللي بغى يديها وراهي مين راهم متدابزين عليها. الصحراء قدامهم واللي بغى يديها راه يديها ولا يدبروا لسانهم. وكما يقول لك انا اما ايمان يا اخي الكريم الذي تتحدث، ايمان انا اول واحد، اخت كريمه عزيزه راهي من العرب، راهي من العرب، وهذيك ماشي مدخله في خاطيها السياسه وخاطيها رياضيه. والله بوكسات. انا اتضامن معها واعتذر اذا تم التنمر عليها عندي، والله ما فهمت. ما تقاطعني اسد، ما تقاطعني، انا من قبيل راني ساكت، ما تقاطعني يا اخي. الشيره بكات طاح الدمعه. انت ما عندكش قلب تاع الشيره بكات. علاش؟ غير من قالوا لها باللي انت شير وانت يسموك ايمن، وقالت باللي الله اكبر، قالت انا معايا ربي، وانت جاي تقول ايمن، مازال تزيد تقول فيها. والله عيب، والله عيب. مارغري انا لو كان انا جزائري، ولو كان ما جيت جزائري والله كي نشوفها تبكي. عندي قلب وراني انسان، والانسانيه خويا، وراني عربي، مهما تكون مغربيه ولا تونسيه، المهم عربيه. عيب وذروك مازال تزيد تقول فيها. قاعد يقول لك ايمن قال لك هذاك شير وصابوه منا وداروا له الفحص. يا خويا لو كان جا شير، لو كان ما راش واصل لديك المرتبه خويا، هذيك برك راهم يتنمروا عليها، راهي وصلت وصي. وغير من جزائريه، لو كان ما جاش جزائريه ما كانش اللي يهضر عليها ويقولوا شيره ونورمال. هذه هي يا خويا. عيب عليك يا ولد العاصمه بتقول ايمن، ماشي ما يشفي بلاصتها. يا اخوان التعليقات اسالكم بالله تكتبوا كلنا ايمان، والله انها اختنا. ولد العاصمه ارجوك انك تصلح الخطا الان على الهواء مباشره. يا اخي انثى واختنا وعزيزه علينا، والله بكاءها كان يكسر القلب، قسما بالله يكسر القلب. يعني اذا كان الروس وهذا الاتحاد الاسيوي وش عارف ايش يظلموها كل شويه، والله يا اخي حرام، اقسم لكم بالله حرام. والله انا شفت في الفيديوهات يا اخي اسعد، في الفيديوهات الكحلين افريكا، ويقول لك باللي احنا معاها هكا، يقول لك معاه افريكان كحلين، ناس من براويه، ناس يقول لك هذه الشيره احنا معاها، يقول لك معليش راهي وانت جاي نحن نريد الا تدخل مثل هذه الامور في المماحكات اللي احنا متعودين عليها. والله العظيم مثل هذه جانب انساني، يعني عندما يتم التنمر على واحده هي مراه ومصرين، هي مراه ومصرين انها رجل، والله انه صعب جدا. ممكن تنتحر، هذا ممكن. ترامب هضر عليها، ترامب هضر عليها، كاين اكثر من ترامب. ايوه يعني لا هي انثى وسيده واختنا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يستر عليها وان يوفقها صراحه، ولا تكونش لقحموا هذا الامور في الخلافات اطلاقا رجاء. وقالت والله يا اسعد لابوها ورا لي فريت فامي، وقالت باللي وراو تصاويرها، وقالت لهم انا كنت نخدم البلاستيك وما كانش عندي وعائلتي فقيره والحمد لله. قالت لهم ومارست الرياضه وراني هكا وراني مازال راني ان شاء الله بربي. قالت لهم الله اكبر وربي معايا. وتخيل انت انسانه تربح تبكي، وكل ما تربح تلعب مع وحده تصافحها وبالروح مخلقه، يعني هي مخلقه فعلا والله مخلقه. يا ولد العاصمه والله اني اراك رجلا من الكبار، والاعتذار من شيم الكبار. ما رايك ان تعتذر لهذه الاخت الكريمه هنا في المباشر يا ولد العاصمه؟ هي ايمان، اختنا الكريمه ايمان. ولد العاصمه تسمعني؟ ودي روحه ما يسمعش. اسكت يا وليد اسكت. سيعتذر الذي وصف محمد الخامس بانه مهرب اسلحه. لا يا اخي هذا شيء سياسي يا اخي. لا الامانه لا تربط هذا بهذا. لا هذه واحده، هذه حقيقه. لحظه يا وليد، لحظه لا تطينها يا وليد. اسكت انت يا وليد لو سمحت، اسكت يا ولد العاصمه. هذه لا لها علاقه بتلك. محمد الخامس ملك دوله سياسي، يؤخذ منه ويعطى، لكن هذه مرأة مسكينه ظلموها. والله انك ايه اسمعني جيدا. هذا الرجل اسمه أيمن، وثبت طبيا أنه رجل وليس امرأة. لماذا سأعتذر؟ طرد العام الفارط من لعنة الله عليك وعلى اللي يوقف معك في اللايف. تفو بيك هنا كذا كاع. لحظة جيريان، هذا صراحة على الألم. يا أخي يا ولد العاصمة، يا أخي المسؤولين، يا لو سمحتوا ولد العاصمة لو سمحت يا أخي، هذه أنثى وامرأة وبتشارك على أساس أنها امرأة،
واللجنة المنظمة أثبتت أنها أنثى وجوازها أنثى وأنثى تقول لها صلى الله على رسول الله. هيك وأنت تجي تقول لي أنت معهم عليها، ليش يا أخي؟ والله العظيم إني بكائها مسكينة يا أخي، مرة صلى الله على رسول الله. يمكن عندكم في المغرب واحدة مثلها، ولا واحد رجال وهو مرة، ايش فيكم؟ هذا موجودين في كل مجتمع. خديجة رد عليه الان، هذا تطالبني الاعتذار. رد عليه يا اسعد، يتكلم عن خديجه. خديجة من يا اخي؟ انا لا ادري يا اخي. خلاص يا اخي انا خلاص. انت حر. هذا رجل، هذا لابد له من البحث عن امراه لتتزوج به، ليست امراه. وليد ما انا تستوستيرون عندك نقص عدد. شوف لحظه يا اخي، لو سمحت يا وليد اصبر يا وليد. خلاص ولد العصر، انا اعطيتك فرصه تعتذر، ما اعتذرت هذا شأنك، انت حر. شكرا لكم كلكم، شكرا اخي وليد، شكرا اخي او السيد والجيريان ومو، كلكم نراكم على خير. مع السلامه.